السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله يا شباب هنراجع على الوحدة الرابعة شرح. هنشرح كل حاجة من كتاب الامتحان واحدة واحدة. بص بقى، عايزك ايه؟ عايز اقول كام معلومة كده على السريع. اوعى تجري الفيديو، ركز معايا دلوقتي. عايزك ما تجريش الفيديو، بمعنى سيب الفيديو شغال كده، لاني انا بتكلم بسرعة، فانت لو سرعت الفيديو على اتنين انت مش هتفهم اي حاجة مني، تمام؟ فتخلي الفيديو كده. ثاني حاجة عايز اقولها لك، وهي هتلاقي في الوصف عندك هتلاقي لينك جروب التليجرام، ولينك قناة التليجرام، ولينك بتاع بيج الفيسبوك. بيج الفيسبوك بننزل على كل يوم ان شاء الله سؤال مقالي. تمام. فدلوقتي قناة التليجرام هتلاقي في ورقة فيها في صورة كده اهو اسمها دليل قناة التليجرام. هتلاقي بقى مكتوب ايه اول حاجة كده؟ ايه الحاجات اللي في القناة بالترتيب؟ يعني ايه؟ يعني هتلاقي اول حاجة مكتوب ال20 امتحان اللي انا عملتهم والحل بتاعهم، كل امتحان تحتيه الفويس بتاعه. تمام، في حصل لخبطه بس كده في الارقام وكده، فشوف الامتحان ايه الرقم بتاعه فين. تمام، اما تبدا يعني ابدا الفويس كده هو، تشوف انا بقول ايه، هنحل امتحان رقم فيه كام سؤال وكده هو، عشان في شويه لخبطه في الارقام. هتلاقي بعد كده الملازم، كل حاجه مترتبه يعني زي ما موجوده في الصوره هتلاقيها مترتبه في القناه، كل حاجه هتلاقيها موجوده. وهتلاقي كمان لينك الجروب اللي برد فيه على رسائل صراحه. تمام، رسائل صراحه ليها جروب لوحدها كده اهوت، برد فيه على الرسائل. مش عايزين نطول كتير ويلا بينا نتوكل على الله. بص بقى، هنقول كل حاجة على السريع كده اهوت، وان شاء الله يعني ايه مش هناخد وقت برضو، يعني هحاول اسرع الدنيا والريتم شوية، وهنقول ان شاء الله كل حاجة. بص يا باشا، دلوقتي احنا هنتكلم على الانشطة الاقتصادية في مصر، الانشطة اللي بتجيب لي فلوس في مصر، انا شغال ايه في مصر. هنتكلم دلوقتي عن الدرس الاول، هنتكلم عن النشاط الزراعي. والنشاط الزراعي ده من اهم الانشطه الاقتصاديه اللي عندي في مصر، هنعرف ليه كمان شويه. الدرس التاني هناخد النشاط التعديني والصناعي في مصر، ده درس عايز حفظ كتير شويه. هناخد الدرس الثالث النقل والتجارة ثم السياحة في مصر وتحديات الاقتصاد المصري. اكتر درس عايز حفظ الدرس الثاني اللي هو النشاط التعديني والصناعي، عشان فيه مديك معادن كتير وعايز تحفظ الاماكن وده. عايز اقول لك حاجة كمان، ان الدرس ده اما نبدأه الدروس كلها عموما انا قايل لك تحفظ اي خريطة جايبها لك، تحفظ المعلومات اللي فيها. اي حاجه، اي رقم، اي معلومه اسرائيليه، اي توضيح، تحفظ الحاجه اللي فيها. احنا ماشيين بالسيستم ده من اول ما بدانا. تمام. عايز تعرف النظام بتاعنا؟ خش قناه التليجرام، هتلاقي فويس كده اهوت مكتوب نظامنا ايه واحنا ماشيين وبنعمل ايه دلوقتي. هتفهم كل حاجه واحنا ماشيين ازاي، وكل حاجه فور فري، حتى مراجعه ليله الامتحان فور فري برضه، مش هاخد منك ربع جنيه. يلا بينا نتوكل على الله. اول درس عندي وهو الدرس الاول، النشاط الزراعي في مصر. بص يا سيدي، بيقول لي يعتمد الاقتصاد المصري على العديد من الموارد الطبيعيه والبشريه وطرق استخدامها من خلال الانشطه الاقتصاديه في المجالات المختلفه، ومنها الزراعه والثروه الحيوانيه والثروه السمكيه. بيقول لي النشاط الاقتصادي، الاقتصاد المصري بيعتمد على انشطه الاقتصاديه. تمام، من اهمهم عندي الزراعه والثروه الحيوانيه والسمكيه. بعد كده هنبدا اول حاجه نتكلم في الزراعه. بيقول لي تعد الزراعه من اهم الانشطه الاقتصاديه في مصر. قال لي ليه يا عم؟ بص يا باشا، الزراعه اهم حاجه، انت الاكل اللي انت بتاكله فمفيش اهم من كده. تمام، الاكل اللغ اللي انت عماله تلغ فيه تحش فيه لغايه ما كرشك بقت ماشي بالعافيه. فدلوقتي تعد الزراعه من اهم الانشطه الاقتصاديه في مصر. ليه؟ قال لي يمارسها عدد كبير من السكان، بتزيد نسبتهم. قال لي لانها اهم حاجه طبعا الاكل وكده اهو. ثم بيقول لي يمارسها عدد كبير من السكان تزيد نسبتهم على 29%. مستر ما عندناش حفظ ارقام يا عم، انا ماليش دعوه، انت عايز تحفظ اسمع الكلام اللي بيقولوه براحتك. بس انا بقول اي رقم يتحفظ، واحنا ماشيين على الريتم ده، وبحط امتحاناتي على الريتم ده من اول ما بدانا. ومن اجمالي العاملين في مصر، يبقى عدد السكان اللي بيشتغلوا في الزراعه بتزيد نسبتهم على 29%. كنت جايب سؤال على ده في الامتحان وقلت لك تبلغ عدد السكان اللي بيشتغلوا في الزراعه 30%. كنت جايبها لك في الامتحان الموجود من الامتحانات الموجوده على التليجرام. هتقول لي صح. ليه صح يا عم؟ ما هو بيقول لك تزيد عن 29% من اجمالي العاملين في مصر. بعد كده بيقول تساهم بنحو 13.5% من جملة الناتج المحلي العام 2011. بتساهم في الناتج المحلي الاقتصاد المحلي بنسبة 13.5%. طيب، بعد كده بيقول لي المساحة الزراعية. بيقول لي بلغت مساحة الأراضي الزراعية في مصر عام 2011 8.6 مليون فدان، بتتوزع على أراضي الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم. بص يا حمادة أهو، بص تعالى كده أوريك كل حاجة. ادي الوادي اهو ده الوادي. تمام، وعندك ادي الدلتا اهي. تمام، وهنا منخفض الفيوم. حلو. طيب، الثلاثه دول الاماكن اللي احنا قلناها دول بيعتمدوا في زراعتهم على ميه ايه؟ بيعتمدوا في زراعتهم على ميه نهر النيل. تمام.
بعد كده بيقول لي عندي الواحات بالصحراء الغربيه. طب واحات هتعتمد على ايه؟ عندي اهي، بص احفظ لك الكلام ده، مش لسه اقول انا واخد وقت واقعد اقول لك هنا عندي ايه وهنا عندي إيه. لا احفظ، دي خريطه عندك احفظها انت. يقول لك اماكن مثلا، الاماكن احفظها تمام. انا مش هقعد اضيع وقت انا في مراجعه 4 دروس في اقول لك ده فين وده فين وده هنا وده هنا تمام. انا اقول لك يعني اقعد اكرر معاك الكلام. فانت الواحات دي اقعد كده بص احفظ فيها تمام. فالواحات بالصحراء الغربيه يا حبيبي هتعتمد على ميه ايه؟ تعتمد على المياه الجوفيه تمام. طب الساحل الشمالي اللي هو هنا كده، ده الساحل الشمالي ده اهو اللي فوق ده هيعتمد على ايه؟ الساحل الشمالي هيعتمد على ميه الامطار، عشان ما يجيش واحد ذكي يقول لي لا هيعتمد، انت عندك بحر متوسط اهي في ميه اهي هيعتمد على، لا يا حبيبي احنا قلنا اصلا في كفر الشيخ هنا اهو انا عندي تربه رايحه في داهيه في مستنقعات. ليه الدنيا رايحه في داهيه؟ عرفنا عشان ملوحة التربة عشان البحر المتوسط. ليه ملوحة التربة؟ عشان البحر المتوسط. فالساحل الشمالي الزراعة عنده قايمة على ايه؟ قايمة على مية الأمطار. جميل يا حبيبي جميل. يبقى اتكلمنا على تتوزع المساحة الزراعية، أراضي الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم. اقفل التليفون يا حبيبي مش ناقصين دلوقتي لك عشان ايه ورانا مراجعة. بعد كده عندي الواحات بالصحراء الغربية بتعتمد على المية الجوفية، عندي الساحل الشمالي بيعتمد على مية الأمطار. نخش في الجزء اللي بعده. بص يا حبيبي بيقول لي الفرق بين المساحة الزراعية والمساحه المحصوليه. بص اقول لك حاجه، دلوقتي انا معايا فدان. الفدان ده انا زرعته 3 مواسم زراعيه في نفس السنه، او موسمين مثلا تمام، موسم صيفي وموسم شتوي مثلا، موسمين بس تمام. دلوقتي المساحه الزراعيه اللي انا معايا قد ايه؟ والله انا معايا المساحه الزراعيه انا قلت لك فدان تمام. زرعته كم مره الفدان ده في السنه؟ زرعته مرتين. يبقى المساحه المحصوليه فدانين، 2 فدان اهو. بص المساحه المحصوليه 2 فدان. طيب المساحه الزراعيه ثابته، انا معايا فدان زرعته 200 مره في السنه يبقى المساحه المحصوليه 200 مره في السنه. زرعته 50 مره يبقى المساحه المحصوليه 50 مره في السنه تمام. خلي بالك ان المساحه المحصوليه عدد مرات الزراعه في السنه تمام، في السنه عدد المواسم كلها الزراعيه في السنه الواحده. تخلي بالك من النقطه دي. طب المساحه الزراعيه هي مساحه الارض اللي معاك. انا معايا فدان، الفدان ده ثابت. يقول لك المساحه الزراعيه اللي معاك كام يا حبيبي؟ تقول له فدان. الفدان زرعته مره 2 3 مليون 20 يبقى المساحه المحصوليه 3 مره 3 او 20 او مليون او هكذا تمام. العدد المواسم في نفس السنه. يبقى هنا بيقول المساحه الزراعيه مساحه الاراضي الزراعيه الفعليه اللي هي معايا، انا معايا فدان تمام. الفدان ثابت ما بيتغيرش. طيب المساحه المحصوليه اجمالي مساحه المحاصيل اللي بتزرع كل المواسم الزراعيه خلال السنه، فاذا زرع الفدان في السنه مرتين تصبح المساحه المزروعه فدانين تمام تمام. بيقول لي هنا ايه العوامل اللي بتاثر عندي في الزراعه؟ كل حاجه عندي عوامل، طبعا اخدنا العوامل المؤثره في توزيع السكان والعوامل ما اعرفش ايه وايه وايه. هنا بقى هناخد العوامل عندي اللي بتاثر في الزراعه. بص يا حبيبي عندي عوامل طبيعيه وعندي عوامل بشريه. عوامل طبيعيه وعوامل بشريه. عوامل طبيعيه ماليش اي دخل فيها، انا ماليش دعوه بيها تمام. طب عوامل بشريه اللي هي الانسان حشر مناخيره فيها. طب العوامل الطبيعيه ايه هي؟ العوامل الطبيعيه انت عندك ميه موارد المياه تمام، وعندك التربه وعندك المناخ تمام. عندك الثلاثه دول تمام، موارد المياه تربه مناخ. انا مش عايز افتح الملزمه بتاعتنا اللي هي 18 ورقه اللي هي PDF اللي موجود في قناه التليجرام. هلاقيها في انه حته، افتح هتلاقي قناه التليجرام، هتلاقي في صفحه كده قلت لك الورقه دي فيها كل الحاجات اللي موجوده في القناه تمام. هتلاقي موجوده كمان بالترتيب تمام. اول حاجه هنا فانا مش عايز افتحها عشان ما نضيعش وقت. فهنا موارد المياه، اول حاجه عندي من العوامل الطبيعيه موارد المياه. بيقول لي تقوم الزراعه في مصر على 3 موارد. بص يا حبيبي موارد المياه اللي هي مصادر المياه هي عن ايه؟ هي مصادر الميه اللي يعني انا دلوقتي الزراعه اهم حاجه فيها موارد المياه. موارد المياه عندي 3 مصادر للميه. ال3 مصادر دول خلي بالك انهم بالترتيب، يعني يقول لك اهم مصدر تقول له ميه نهر النيل، تاني اهم مصدر المياه الجوفيه، تالت واحد مياه الامطار اللي بيعتمد عليها مين؟ الساحل الشمالي. طيب اول حاجه موارد المياه. تقوم الزراعه في مصر على 3 موارد او مصادر مياه. اول حاجه يلا بينا ميه نهر النيل. بيقول لي تعتمد عليها الزراعه بنسبه 99% خاصه بعد تحول نظام الري الحوضي الى نظام الري الدائم. ايه هو نظام الري الحوضي وايه هو نظام الري الدائم؟ بص يا حبيبي ركز معايا. الري الحوضي هو بيسموه ري سطحي. ده قالك بيعتمد على انهم بيجمعوا الميه في حفره كبيره، يعني في حوض مائي كبير، وبيوصلوا الميه ديت للحقول الزراعيه للاراضي الزراعيه عن طريق ترع او قنوات. ترع او ايه او يعني مثلا دي الارض الزراعيه، بص دي الارض الزراعيه بتاعتي تمام، ومثلا هنا نهر النيل تمام. هما بيجمعوا الميه في الحته ديت
تمام، دي مثلا ترعه او ايا يكن او قناه او اي بتنجان. بعد ما تتجمع الميه هنا في اراضي زراعيه، بيقعدوا يوزعوا بقى ايه على الاراضي الزراعيه اللي موجوده. تمام، وده ري غير متوفر طول السنه، يعني ري مؤقت، يعني ري مش متواصل. فده الري الحوضي. لكن الري بقى الدائم، الري الدائم ده ري بص باشا كده، اللي بيعتمد على استخدام الاساليب الحديثه. بيبقى ري عن طريق التنقيط والرش والكلام دوت. بيوفروا كميه محدده للنبات، كميه محدده من الميه. بس الكميه دي بتكون طول السنه. تمام، يعني بيكون ري مستمر. وده ري كويس جدا، لانه بيوفر الميه بكفاءه، وبيقلل الهدر او التبذير بتاع الميه. فالري الدائم ده ري طول السنه، ري موجود بشكل مستمر، ري بيعتمد على استخدام التقنيات المتقدمه لانه يروي الحقول. فقلنا هنا بتعتمد عليها الزراعه بنسبه الميه، نهر النيل تعتمد على الزراعه بنسبه 99%، خاصه بعد تحول نظام الري الحوضي الى نظام الري الدائم. مما يؤكد ضرورة الاهتمام بدول حوض النيل. ليه يا عم اهتم بدول حوض النيل؟ عشان ماشية فيها النيل، بدل ما تحصل لك مشاكل زي اثيوبيا ويسدوا عليك الدنيا والدنيا تروح في داهية. وتوطيد علاقاتنا بها، يعني العلاقات تبقى كويسة وزي الفل، والعمل على تحقيق التنمية بها وتنمية الموارد المائية للنهر. تنمي الموارد، تعمل ترع جديدة، تعمل اي بتنجان جديد، ما تخليش الحاجة ايه بايظة ورايحة في داهية. المية الجوفية المصدر الثاني اللي بتعتمد عليه الزراعة. الامطار تعتمد عليها الزراعة في نطاق قلنا الساحل الشمالي، سواء بطريقة مباشرة او من خلال حفر ابار ضحل للحصول على مياه المطر المتسربة. قال لك او من خلال، يبقى دي طريقة غير مباشرة، عشان يجي يقول لك في الامتحان طريقة مباشرة وغير مباشرة تقول لا هو قال لي طريقة حفر الابار، ما قال لك ادم قال لك او يبقى طريقة غير مباشرة. قال لك عن طريق حفر الابار ضحل للحصول على مياه ايه المطر المتسربة. طيب حلو. الحاجة اللي بعد كده هوت عندي من العوامل المؤثرة في الزراعة، تاني حاجة عندي وهي التربة. التربة يؤثر نوع التربة على تنوع المحاصيل. خلي بالك بيقول لك تنوع المحاصيل. طيب يجي يقول لك هنا اهم عامل بيؤثر فيه، بقى خليها بعدين السؤال ده. التربة هنا يؤثر نوع التربة على تنوع المحاصيل الزراعية، ويوجد في الأراضي المصرية نوعين رئيسيين من التربة. بص يا حماد، انا عندي تربه طينيه وعندي تربه رمليه. التربه الطينيه دي بتكون ماسكه حتت كده متكتله، اما بتملى يعني اما ترش ميه فيها تلاقي الميه كده ايه قاعده فوق كده، هوت الميه عامله بركه. تمام، حتى لو اخدت حته وقع فيها هتقع على جذور رقبتك، هيبص هتتبهدل. لكن التربه الرمليه ديت رمله، تمام، ترش شويه ميه فيها هتلاقي الميه نزلت على طول. فهنا بيقول التربه الطينيه توجد في، بص بقى، التربه الطينيه اللي هي الطينه موجودة فين؟ قال لي موجودة في وادي نهر النيل وفي الدلتا ومنخفض الفيوم. طيب تتميز بإيه؟ قال لي بتتميز بتجانسها، حيث تكون معظمها من الطمي النيلي. بتتميز بتجانسها، حتت واحدة كتل كده. أما التربة الرملية بقى توجد في بطون الأودية الصحراوية، توجد في شمال سيناء. احفظ الأماكن دي، احفظها كويس. توجد في بطون الأودية الصحراوية، تمام، في شمال سيناء، في الواحات، في الساحل الشمالي بالصحراء الغربيه. يعني ممكن يجيب لك مثلا محافظه مطروح، ممكن يجيب لك محافظه من محافظات الساحل الشمالي، يقول لك دي تربتها ايه، تقول له وخلي بالك ان قال لك الساحل الشمالي بالصحراء الغربيه. تمام، يجي يقول لك تربه مطروح مثلا، تقول له نفس النظام انها تربه رمليه. تتميز اي محافظه من في الساحل الشمالي في الصحراء الغربيه، تتميز بانها خفيفه وتتصرف فيها الميه بسرعه وتفتقر للماده العضويه، ما فيهاش مواد عضويه. واحنا قلنا عندي حتى شرق وغرب الدلتا التربه فيها فقر ماده عضويه، يعني ما فيهاش الحاجات اللي محتاجها للنبات انه يكبر يعني ويبقى الدنيا زي الفل. فاحنا عرفنا ان عندي تربه طينيه، وعرفنا ان عندي تربه رمليه. طيب، وعرفنا ان التربه بتؤثر نوع التربه على تنوع المحاصيل، وعرفنا ان عندي نوعين من التربه. نخش في اللي بعد كده وهو المناخ. طيب بص يا حبيبي، المناخ يؤثر في الزراعه من خلال عناصره المختلفه. عناصر مختلفه اللي هي اهو قال لك خاصه الحراره والرياح والمطر. انا عندي عناصر المناخ كتير جدا، ضغط وما اعرفش ايه وايه وايه وكلام كتير. هو قال لي هنا اهم حاجه الحراره والرياح وايه والمطر. تمام، فتركز في الثلاثه دول. حيث قال لي درجه الحراره يظهر تاثيرها في تحديد نوع المحاصيل. يجي هنا بقى السؤال يقول لك ايه؟ يقول لك اهم عامل بيؤثر فيه تباين المحاصيل الزراعيه، اختلاف المحاصيل الزراعيه. تقول له ايه؟ تقول له المناخ. طيب، يبقى اول حاجه المناخ بيقول لي درجه الحراره يظهر تاثيرها في تحديد نوع المحاصيل المزروعه. فنجد ان دلوقتي عندي مناطق حاره في الجنوب، وفي مناطق معتدله موجوده فين؟ في الشمال. نوع المحاصيل الزراعيه اللي هو مثلا عندي قصب السكر هنا والذره، دول بيتزرعوا فين؟
فين؟ في المناطق الحاره اللي هي في الجنوب. طيب المناطق المعتدله في الشمال نوع المحاصيل اللي فيها ايه؟ قال لي والله معتدله، محاصيل معتدله اللي هي قمح بنجر سكر والشعير. تمام، القمح وبنجر السكر والشعير. تخلي بالك كويس جدا عشان ممكن يربط لك حته من حته، حته من حته. بمعنى ان هنا مثلا حتت معتدله وحتت حاره والكلام ده، ممكن يربط لك الدنيا دي ببعضها. ممكن يجيب لك مثلا يربط لك الجزء ده بحته المحاصيل الزراعيه. يعني ايه؟ يعني مثلا الشعير هنا هتلاقيه دلوقتي لما ناخد المحاصيل الزراعيه انه مش موجود، حاطط لك قمح وكم حاجه تانية، الشعير مش موجود. فانت تكون عارف من هنا ان الشعير في المناطق المعتدله. تمام، مناطق معتدله، مش حاطط لك الذره مثلا، تبقى عارف المفروض ان الذره من المناطق في المناطق ايه؟ الحاره. فتخلي بالك من الدنيا عشان ما تقوليش مش موجود عندي في الكتاب، لا موجود عندك بس مش في نفس الجزئيه. فربط الدنيا ببعضها، الله يرضى عنك كده وصحصح معايا. يبقى عرفنا مناطق حاره في الجنوب عندي ايه؟ قصب سكر وذره، قصب سكر وذره. طب المناطق المعتدله في الشمال عندي ايه؟ قمح وبنجر سكر والشعير، قمح وبنجر سكر والشعير. حلو. الرياح قال لي يظهر اثرها عندما تهب رياح الخماسين، وهي رياح حاره تهب في فصل الربيع، تضر بالمحاصيل الحقليه بما تحمله من اتربه ورمال وتؤدي الى سقوط البراعم والازهار. يبقى الرياح الخمسين رياح حاره، تمام، سخنه كده بتيجي في فصل الربيع، بتبوظ الحقول عندي. الريح الخمسين دي بتكون محمله فيها اتربه ورمال وحاجات تقرف كده كتير، وحتى الحساسيه بتزيد الفتره ديت، والناس عينها بتتحول وتؤدي الى سقوط الرياح ديت، سقوط البراعم وايه والازهار. يبقى احنا دلوقتي خدنا العوامل اللي بتأثر على الزراعة، خدنا العوامل الطبيعية. ما تيجي بقى كده على السريع على السريع، يلا بينا ناخد العوامل البشرية من غير ما نطول كتير ومن غير ما نقصقص كتير في الفيديو. يلا بينا. العوامل البشرية، أول حاجة حبيبي عندك نظام الري. نظام الري تحول نظام الري الحوضي في بداية القرن ال19 لري دائم، حيث اهتم محمد علي بزراعة المحاصيل الصيفية، وأقيمت العديد من مشروعات الري لتنظيم مياه الري. ايه هي المشاريع اللي انا عملتها عشان انظم الري؟ بص يا حبيبي، انا عملت مشروع في نظام الري ده، هو اكتر حاجة هتلاقي فيه كام حاجة كده. اول حاجة الترع. الترع دي قنوات مياه صناعية تشق لتوصيل مياه الانهار الى الاراضي الزراعية. يعني ادي مثلا نهر النيل، بعمل ترعه هنا تمام، وترعه هنا ترعه هنا عشان اوصل الميه للحقول الزراعيه ديت. فهو بيقول لي قنوات مياه اصطناعيه، يعني انا اللي بعملها، الانسان اللي بعملها ليه؟ عشان اوصل ميه النهر للاراضي الزراعيه. قال لي زي ترعه الابراهيميه في وادي النيل اهي. بص حبيبي، ادي ترعه الابراهيميه، تمام، ترعه الابراهيميه. وعندي بص جاي منين اهي، ترعه الابراهيميه بص زي ما انت شايف كده كبيره جدا. وعندي ترعه المحموديه وترعه النوباريه. بص انت عندك ترع كتير جدا، بس هو انا مركز لك او كاتب لك ترعه الابراهيميه وترعه الاسماعيليه اللي هنا هي في شرق الدلتا، وترعه الابراهيميه على الوادي، وترعه النوباريه اللي هي ديت في غرب الدلتا. تمام، لكن الترع اللي باقي كلها المفروض تحفظها. ويجي يقول لك مثلا، وتخلي بالك كويس جدا ان هيجي في الامتحان يقول لك تعتمد مثلا محافظه سوهاج في الري على ترعه ايه؟ تقول له ترعه الجرجاويه. ترعه مستر انا ما اعرف من. تبص حبيبي، اي محافظه يبقى الترعه اللي قبليها. يعني مثلا هنا هو تعتمد على ترعه ايه؟ ترعه عصفور. تمام، فتخلي بالك كل المحافظه الترعه اللي قبليها على طول. فتركز عشان ما تقوليش الحته دي مش موجوده في الكتاب، قلت لك ركز في كل خريطه يجيبها لك يا حبيبي، ركز فيها. والله انا صايم قسما بالله. يعني الساعه كام دلوقتي يا ابني؟ الساعة 2:05 النهارده يوم الجمعة بسجل اهو. فيا ريت يعني يكون في كده ايه، يعني فهم وتعمل اللي انا بقول لك عليه، مش عايزين فزلكة، قلت لك كله تحفظه. فهنا بيقول لي ايه؟ عندي اهم الترع ترعه الابراهيميه في وادي النيل، ترعه الاسماعيليه في شرق الدلتا، ترعه النوباريه في غرب الدلتا. طيب القناطر، قال لي القناطر دي حواجز مائيه لها بوابات. يعني ايه؟ بص يا حبيبي، القناطر ديت ادي نهر النيل اهو، تمام، ادي نهر النيل. بعمل هنا بوابه او حاجز. الحاجز ده او مثلا بص، خلي نهر النيل كده كبير والميه اهي، بص الميه ماشيه فيه كده. الحاجز بقى اللي انا خلينا ايه نعمله باللون تاني اهو الحاجز اللون الاحمر ماشي حلو الاحمر. الحاجز ده الحاجز، تمام. الحاجز ده حبيبي بقى بيكون فيه ايه؟ بيكون فيه بوابات. يعني ايه بوابات؟ يعني هقول لك، يعني هنا بوابه وهنا بوابه، ومثلا خليه بوابتين بس. فالبوابتين دول انت بتبقى ايه فاتحهم، تمام. لما الميه بتقل، يعني انت مثلا عايز دلوقتي تسقي الجزء هنا مثلا، تمام، الجزء هنا
الميه قلت قوي، انا مش عارف اسقي الاراضي، اعمل ايه؟ هتيجي قافل البوابتين دول، البوابتين دول كده تسدهم، فالميه هتعلى في الجزء ده. فالميه ما تعلى، انت طبعا عامل ترع والكلام ده والدنيا جميله وزي الفل، فالميه تخش في الترع وتقدر تبني، تقدر تسقي الحقول الزراعيه والمساحه الزراعيه اللي عندك. تمام، يبقى انت عندك الحاجز ده، الحاجز ده فيه بوابات، بوابة هنا بوابة هنا، عدة بوابات. اما المية بتقل في منطقة بقفل البوابات ديت، فالمية بتعلى فبقدر ازقي هنا اهوت، المية بتيجي بقى يمين وشمال واقدر ازقي المناطق اللي عندي. فهنا بيقول لي القناطر حواجز مائية لها وبوابات تنشأ في مجرى النهر وتعمل على رفع منسوب المياه امامها لتصب في الترع المتفرعة اهو. طيب قال لي عندي قناطر ايه؟ قال لي عندك قناطر الخيرية وعندك قناطر اسنا اهي. بص القناطر اهي، دي قناطر اسنا والقناطر الخيرية فوق. يبقى بص انت بقى في الخريطه مع نفسك. طيب السدود والخزانات، قال لي بص انت عندك السدود والخزانات، عندك خزان اسوان انشأ امتى يا عم؟ احفظ ارقام، احفظ الله يرضى عنك. انشأ سنه 1902. انشأ سنه كام؟ 1902. طيب بدأ العمل في انشائه عام ده السد العالي بقى. بدأ العمل في انشائه عام 1960 وتم افتتاحه عام 1971. 71 قعد كام سنه؟ قعد 11 سنه. تمام. يبقى السد العالي بدأ في إنشائه 1960 وافتتاحه 1971. تمام، ويقع إلى الجنوب من خزان أسوان. يعني أدي هون ده، بص ده خزان أسوان، أدي السد العالي تحتيه بقى على طول. تمام، من خزان أسوان بنحو 6.5 كيلو متر. خلي بالك من الرقم ده، الرقم ده مهم جدا 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 ده. تمام، يبقى يقع إلى الجنوب من خزان أسوان بنحو 6.5 كيلو متر. 6.5 كيلو متر، 6.5 كيلو متر، ويخزن المياه تخزينا دائما في بحيرة السد. طيب طيب ايه بس اللي انا بقولها دي؟ ادى نظام الري الدائم الى فقدان التربه المصريه خصوبتها نتيجه لحجز الطمي النيلي خلف السدود والخزانات. بمعنى انت عندك الري الدائم دوت، كل ما الري الدائم ري على طول، فانت الري الدائم دوت حجز الطمي النيلي. والري الدائم برضه هناخده في جزء تاني ابقى اشرحه، خلينا نشرحه بعدين. تعالى بس نكمل ايه الجزء ده ونشرح الحته دي ايه بعدين. طيب، او تاني حاجه عندي نظام الصرف. نظام الصرف بيقول يعني ايه صرف؟ يعني انت دلوقتي انت الارض اتملت ميه، ففي ميه انت مش محتاجها، في ميه انت مش عايزها خلاص، فالميه ديت هتعمل لها نظم صرف بحيث انك تقدر تصرف الميه، تبعدها يعني، تمشيها يعني. فهنا بيقول لي في عام 1933 بدأ الاهتمام بتحسين الصرف الزراعي، مما أدى إلى تزايد أعداد المصارف وتزايد أطوالها، تزايد أعدادها وأطوالها. تمام، تزايد أعداد المحطات الصرف خاصة في الدلتا، وأهم مصارفها بحر البقر شرق الدلتا. بحر البقر شرق الدلتا. طيب غرب الدلتا إتاي البارود. غرب الدلتا إتاي البارود فين؟ غرب الدلتا. إتاي البارود فين؟ غرب الدلتا. إتاي البارود فين؟ غرب الدلتا. احفظ الأماكن كويس عشان هيجيب لك محافظة ويقول لك المحافظة ديت المصرف بتاعها مين فيهم. فانت لو مش عارف ان دي شرق الدلتا ودي غرب الدلتا هتروح في داهيه. تمام، وان شاء الله في المراجعه النهائيه اللي هعملها لك هجيب لك خريطه كده اهوت. تمام، وهظبط لك الاداء. فبحر البقر هنا اهوت شرق الدلتا، ايتاي البارود غرب الدلتا. تمام، غرب الدلتا يقول لك مين؟ يقول لك بحيره. بحر البقر مين؟ في الشرق الدلتا يقول لك مثلا محافظه الشرقيه، محافظات ماليه في الشرق، زفته اللي هي وسط الدلتا يجيب لك محافظات ماليه في الوسط، منوفيه غربيه الكلام ده. طيب بعد كده بيقول لي ايه نتيجه لاتباع مصر الري الدائم. بص يا حبيبي، نتيجة لاتباع مصر لنظام الري الدائم يتسرب جزء من المياه إلى باطن الأرض ويرتفع منسوب هذه المياه، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الأملاح في التربة ويسبب أضرار بالمزروعات. وحل هذه المشكلة يتم إنشاء مصارف للخلص من المياه الزائدة عن حاجة الأراضي الزراعية. عايز يقول لي إيه؟ عايز يقول لي بص المية الري الدائم ده اما الارض بتتملى على طول بالميه، تمام، في الاملاح بتتركز. تمام، الاملاح بتتركز على التربه بتبقى فوق كده اهوت. انت ليه بتتركز الاملاح؟ لان انت عندك بيحصل عمليه تبخير، بيبقى في شمس، الشمس اما بتبخر لو انت عندك ميه اصلا كتير فالميه بتتبخر، اللي بيفضل ايه؟ اللي بيفضل الملح عندي، الاملاح بتفضل تتجمع، بتفضل على التربه، فالتربه بتروح في داهيه، التربه بتبوظ. تمام، فبيقول لي نظام الري الدائم بيسبب مشاكل يعني وكده في الأراضي الزراعية. طيب نخش في ثالث عامل عندي، عامل بشري، وهو العمالة الزراعية. تعد أساس قيام النشاط الزراعي في مراحل المختلفة. يعني أهم حاجة عندي هي العمالة الزراعية، تعد أساس القيام النشاط الزراعي. يبقى يجي يقول لي أهم عامل بشري تقول له عمالة زراعية. طيب أهم عامل طبيعي بيأثر في الزراعة تقول له المناخ. تمام، بيأثر فيه تنوع المحاصيل.
في تباين المحصول او اختلاف المحاصيل يعني. طيب بيقول لي هنا نسبة العاملين في الزراعة في تناقص مستمر. ليه عامل تناقص مستمر؟ قال لك والله بيروحوا الحتت اللي فوق ديت عشان ارتفاع مستوى المعيشة، معدل الأجور مرتفع والكلام ده، وفي شغل، فبيروحوا الحتت اللي مثلا القاهرة والكلام ده واسكندرية. فهنا نسبة العاملين في الزراعة في تناقص مستمر، حيث بلغت 1900 سنة 1976 نحو 48%. الرقم ده مهم تحفظه، تمام؟ في أرقام أقول لك مهم تحفظه. فبيقول لي بلغت نسبة العاملين في تناقص مستمر، بلغت سنة 1976 48%. 48% من إجمالي العاملين في مصر، وانخفضت ل 29% سنة 2011. يبقى كانت 48% انخفضت ل 29%. يبقى 48% انخفضت ل 29%. احفظ الرقم كويس. طيب بعد كده عندي اخر حاجه السياسات الحكوميه. ازاي السياسات الحكوميه من العوامل البشريه اللي بتأثر في الزراعة؟ قال لي بص، للسياسات الحكومية دور مهم في المجال الزراعي في مصر، حيث يتضح أثرها فيه. أول حاجة تحديد المساحات المطلوب زراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية. المحاصيل الاستراتيجية اللي هي المحاصيل اليومية، اللي هي المحاصيل المهمة الغذائية اللي أنا بعتمد عليها في يومي، زي القمح مثلا، ده محصول استراتيجي. فبيقول لي الدولة المفروض تحدد مساحات المحاصيل الاستراتيجية ديت عشان ما يكونش عندي عجز أو نقص أو هكذا. ومصر من أكبر الدول يعتبر اللي بتستورد القمح، تقريبا أول دولة تقريبا كمان. فاول حاجه اصلا بنستوردها ناخدوها الكلام ده في الدرس الثالث. احنا دلوقتي هنروح لها دلوقتي ان شاء الله. فاكتر حاجه بنستوردها القمح. تاني حاجه تنظم الضرائب ودعم المزارعين من خلال الجمعيات الزراعيه ومتابعه ومشروعات الري والصرف الكبرى. تنظيم الضرائب اللي هو يعني بص، ما تجيش على الفلاح كده وتقول له يبقى بيبيع بقد كده، تقول له لا انت تدفع ضرايب قد كده، ويعجزه، والراجل ما يعرفش يدفع منين ولا يعمل ايه، فيروح يبيعها لواحد عشان ياخد فلوسها، والتاني ياخد الارض ديت يبني عليها مباني وكده هوت، والزراعه تقل وتروح في داهيه. فلا، ما ينفعش كده. فانت نظم الضرايب، ما تجيش على الراجل، حط اسعار قليله، وفر له الاسمده اللي هو محتاجها باسعار كويسه، اديله اللي هو محتاجه، تمام؟ وكمان متابعه مشروعات الري والصرف الكبرى، يعني اعمل له ترعه، اعمل له محطات صرف، ايه الكلام ده كله اعمله عشان الدنيا تبقى سهله كده، ويعني تسهل للفلاح الحاجه اللي هو محتاجها، ما تصعبش الدنيا عليه. يلا بينا نكمل. اللي بعده بيقول لي المحاصيل الزراعيه، الجزء اللي بعد كده. زورة نبع، حسبي الله. لا، حسبي الله، يلا يلا. استغفر الله. المهم، المحاصيل الزراعية. القمح، بص حبيبي، القمح محصول غذاء رئيسي. حلو حلو، محصول غذائي. يعني ايه رئيسي؟ يعني استراتيجي. موسم زراعته محصول شتوي، موسم زراعته محصول شتوي. مساحة مزروعة 3.4 مليون فدان. رقم مهم، الارقام دي مهمة. طيب انتاجه بلغ اكتر من 9.5 مليون طن عام 2013، وعلى الرغم من ذلك ما بيكفيش الاستهلاك المحلي. عايز يقول لك ان العيال عماله التكاثر في مصر بسم الله ما شاء الله، كل يوم عيل 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 كل ثانيه، تمام؟ فبيقول لك احنا شوف بننتج قد ايه، ورغم كده ده كله مش كافي، مش كافي، بنستورد كتير جدا قمح. وتعد مصر من اكبر دول العالم استيرادا لها. بص لسه قايلينها، اكبر دوله مصر بتستورد، من اكبر دول العالم اللي بتستورد القمح. مناطق زراعته جميع انحاء الوادي والدلتا والواحات والساحل الشمالي. فتخلي بالك عشان الكلام ده بيترجم. جميع انحاء الوادي يجيب لك محافظه من محافظات الوادي، الدلتا يجيب لك محافظه من محافظات الدلتا، الواحات يجيب لك واحد كذا، الساحل الشمالي يجيب لك محافظه. وحته الواحات دي اللي ممكن انا لو انا بحط امتحانات احط لك حته سؤال فيها، يعني اجيب لك واحه مثلا لا، واقول لك الواحه دي بيزرعوا فيها ايه. يلا بقى هتلطم انت بقى في الامتحان. فتخلي بالك من الكلمة الواحد دي مهمة جدا. والساحل الشمالي برضو لو جبت لك محافظة في الشمال. اكبر المحافظات المنتجة بيقول لي البحيرة والشرقية والدقهلية. البحيرة والشرقية والدقهلية. تقوم الدولة بالعديد من الجهود المستمرة لزيادة إنتاج القمح، زي زيادة رقعة المساحة المزروعة قمحا. يعني الأرض المزروعة بدل ما كانوا بيزرع فدان، قال لك لا ازرع اتنين. ما أنا بقول لك مثلا، مثلا عشان ما يجيش واحد يقول لي احنا بنزرع في مصر فدانين، مش ناقصين غباء، الله يرضى عنك.
تاني حاجة استنباط أصناف جديدة من القمح تعطي إنتاج أكبر وتقاوم الأمراض النباتية. يعني جيب أصناف جديدة، اعمل تنوع للزراعة في التربة عشان التربة ما تبص، عشان التربة تبقى بتاخد وتدي معاك كده هو، عشان ما يحصلش عندك فقر في المادة العضوية. لازم تبدل كده، ما ينفعش مثلا تزرع في التربة كل سنة رز 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 رز، أو تزرع حاجة محددة طول السنة، لا. يعني حاول تنوع، مرة زرعت كذا، المرة اللي بعدها ازرع كذا، عشان التربة ما تقدر تبقى قوية وجميلة وكلها حنية. تالت حاجة استصلاح أراضي جديدة في هوامش الدلتا وفي الصحراء المصرية. يعني بيقول لك الأراضي الفاضية في الدلتا والصحراء المصرية ديت حط فيها زراعة، ازرع فيها عشان نقدر نكفي الزيادة اللي عندنا في السكان وكده يعني. تاني حاجة عندي الرز يأتي بعد القمح من حيث أهميته كمحصول غذائي للسكان، يعني محصول مهم جدا الرز. موسم زراعته في الصيف، إنتاجه 5.7 مليون طن. تعد أكبر الدول العربية إنتاجا له، وتصدر منه كميات للخارج. يعني بص الكلام ده يقول لك مش عارف، وتصدر منه إنتاج للخارج، يعني مصدر للنشاط الاقتصادي مهم جدا. تركز زراعته في شمال الدلتا، وانتشر مؤخرا في محافظات مصر الوسطى. قصب السكر، الارقام اللي انا بعديها ديت انت المفروض تحفظها، عشان انا مش عايز اضيع وقت اقول لك الرقم ده احفظه واقعد اكتب لك عليه واعمل لك، انا قلت لك ايه الارقام. يعني مثلا رقم 16 مليون ده احفظه تمام، الارقام دي مهمه. تواريخ سيبك منها، لكن ارقام ال 16 مليون والكلام ده دي بتبقى مهمه. طيب، قصب السكر بيقول لي اهميته محصول رئيسي لانتاج السكر. موسم زراعته في الصيف، من المحاصيل المداريه الحاره، اللي يعني محاصيل مداريه حاره يعني بيتزرع في المحافظات، عايز يقول لك اللي في جنوب مصر اللي هي في الوجه القبلي. تتركز زراعته في محافظات الوجه القبلي اهي لسه قايلينها. طيب، جميل جدا. بعد كده بيقول لي بنجر السكر موسم الزراعه برضو محصول ده قصب السكر صيفي، لكن بنجر السكر محصول شتوي، من محاصيل المناطق المعتدله والمعتدله البارده. تتركز زراعته فين؟ في محافظات الوجه بحري شتوي بحري. بعض محافظات الوجه القبلي، بعض يعني في محافظات الوجه القبلي فيها بنجر سكر، بس قال لك بعض يعني مش كلها. طيب، اهم المحافظات المنتجه ليه ايه؟ كفر الشيخ ده اهليه، كفر الشيخ وده اهليه، جميل جدا. خلي بالك بيقول لي ادخلت زراعه بنجر السكر في مصر سنه 1982 ليكون محصول منتجا للسكر بجانب الايه السكر. حلو. طيب، اللي بعد كده عندي القطن ده محصول صيفي، اهميته من المحاصيل النقديه المهمه، يعني المحاصيل اللي بتجيب فلوس كويسه التي لعبت دور كبير في اقتصاديات مصر، وخاصه القطن طويل التيله. احنا مصر بتشتهر عندنا بالقطن طويل التيله، من يعني احسن انواع القطن في العالم القطن المصري، اللي اشتهرت بمصر بزراعته، حيث يصدر جزء منه الى الخارج. يعني هو قال لك بتجيب فلوس كويسه من القطن ويصنع الباقي محليا. انتاجه بلغ نحو 255 الف طن عام 2013، الرقم تحفظه ده. وهو اقل من انتاج السنوات السابقه، كما يتضح من الشكل البياني التالي، وذلك لاتجاه السياسات الحكوميه نحو التوسع في زراعه المحاصيل الغذائيه. يعني عايز يقول لك ان احنا قللنا من زراعه القطن عشان نهتم بانتاج المحاصيل، بزراعه المحاصيل الرئيسيه زي القمح اللي احنا بناكله، فقللوا من زراعه القطن. يزرع في الوادي والدلتا في محافظات مصر، الوادي والدلتا تمام، في محافظات مصر واهمها الدقهليه والبحيره الشرقيه بني سويف. دقهليه، احفظ الحاجات دي كويس قوي حبيبي، دقهليه بحيره شرقيه بني سويف. طيب، جميل جدا. بعد كده نخش فين؟ قال لي في محاصيل اخرى تنتج مصر محاصيل مهمه زي ايه؟ زي الذره الشاميه والفول والشعير والخضروات وغيرها. يبقى احفظهم: ذره شاميه، فول، شعير، وخضروات وغيرها. طيب، جميل جدا. بيقول لي هنا هوت تمثل الحبوب الغذائية النسبة الأكبر من التركيب المحصولي، النسبة الأكبر من الحاجة اللي بتزرع، يعني الحاجة اللي بنزرعها، حيث تمثل نحو 45% من جملة المساحة المحصولية، ومن أهمها القمح والذرة والرز والشعير والذرة الرفيعة والفول. يعني عايز يقول لك إن أكتر المحاصيل اللي إحنا بنزرعها في السنة المحاصيل الغذائية الرئيسية زي القمح والكلام دوت، والذره والرز والشعير والذره الرفيعه والفول. ايه هي المشكلات اللي بتواجه التنميه الزراعيه في مصر؟ ايه الحاجات اللي واقفه قدامي يعني مش مساعده ان التنميه الزراعيه، ان يبقى في تنميه زراعيه؟ قال لي بص يا حماده، تنخفض عائدات الزراعه في مصر كنشاط اقتصادي. ليه؟ قال لي بص، للاسباب التاليه. أول حاجة تفتيت الملكيات الزراعية، فنحو 60% من الأراضي الزراعية في مصر متقسمة إلى حيازات زراعية أقل من 5 أفدنة للحيازة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بص، دلوقتي كان في الحاج أحمد عنده محمد وشادية. محمد وشادية، أما الحاج أحمد كان معاه 10 فدان. أما الحاج أحمد اتوفى،
فمحمد خد 5 فدان، البت شادية خدت 5. البت شادية اتجوزت والولا الولا محمد اتجوز. فاما اتجوزوا بقى ده جاب 2 وده جاب 2. فده كان معاه 5 فدان وده كان معاه 5 فدان برضه. فايه اللي حصل؟ والله البت شادية ادت للولد ده 2.5 فدان وده 2.5 فدان، ومحمد ادى الواد ده في نص 2.5 و2.5 اللي جابوهم وهكذا، فاهمني؟ المساحة كانت الأول 10 فدان، قعدت تقل بقت 5، بعد كده بقت 2.5، بقت 1، بقت لغاية ما توصل إيراد، إيراد كده وإيرادين 5 إيراد الكلام ده. فالمساحة بدأت تقل. فأنت المساحة بدأت تقل، إيه اللي بيحصل؟ الفلاح أما 10 فدان مثلا، ما الحاج أحمد كان معاه 10 فدان، كان بيكسب منهم كويس، كانت الفلوس حلوة معاه، الدنيا زي الفل. لكن إيراد إيرادين ما فيهمش مكسب. بيضطروا لانهم يبيعوا الايراد والحاجه ديت ويروحوا يسكنوا في المدن يعني وكده هوت، واما يبيعوها يجي واحد بيجي بانع وهكذا. فدي مشكله كبيره جدا. فبيبني يعني على الاراضي ديت. تاني حاجة هنا عندي العمالة الزراعية، خلي احفظ الرقم، نحو 60% من الأراضي مقسمة. حاجة عندي العمالة الزراعية غير المدرية على استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة في الزراعة. يعني عايز يقول لك العمالة الزراعية مش متدربة، يعني ماشيين بالأساليب البدائية، اللي هو يمسك فاس يا ابني، كل عيل يكبر يمسك لك فاس ويقعد يكحت شوية كده، ايه، وحط البذرة وخلصت تمام. فاللي هو مش متدربين، مفيش عندك ناس متدربة على الأساليب التكنولوجية الحديثة والتقدم والتطور. تالت حاجة عندي هجرة المزارعين للمدن وإلى الخارج، مما أدى لتناقص نسبة العاملين في مصر. المزارعين عايزين مستوى عيشة كويس، عايزين خدمات، عايزين عيشة كويسة، فبيسيبوا الحتت دي الزراعة ويروحوا المدن، وده أدى لتناقص نسبة العاملين في الزراعة. واحنا قلنا إن العاملين من أهم حاجة في العوامل البشرية، من أهم العوامل البشرية اللي بتأثر في الزراعة. قلنا أهم عامل بشري اللي هو أساس قيام الزراعة العاملين. طيب مش ليه بقول طيب أنا يا عم؟ تقول طيب زي الناس يا عم. استغفر الله العظيم يا رب. رابع حاجة استخدام الوسائل القديمة في عمليات الري والزراعة. يعني كل واحد عنده حتة ترعة كده كده نص نص، يعني نص كم شغالة تمام، مفيش حاجات عدلة، ماشيين اللي هو على ايه، يعني فاهمني انت، مش عايزين نتكلم. خامس حاجة انتشار الآفات اللي هي الأمراض، مما يؤدي لانخفاض إنتاجية الفدان وبالتالي زيادة تكلفة الإنتاج. يعني ايه انخفاض إنتاجية الفدان؟ يعني الفدان كان بينتج لي مثلا كمية كبيرة، لا الكمية قلت اللي كان بينتجها، وفي نفس الوقت زادت تكلفة الإنتاج، لأنه أنت مثلا أنت زارع بنسبة قد كده، نزل زارع حاجات بمبلغ قد كده، فالمفروض يطلع لك ينتج لك حاجات بنفس المبلغ، لا فالإنتاج قل، فانت دافع حاجات كتير وانتاج قليل، فالدنيا المعادله مش مظبوطه يعني، فانت رحت في داهيه، فاهمني؟ زياده تكلفه الانتاج. التصحر الذي تعرض له الاراضي الزراعيه زي قلنا رياح الخمسين وهكذا، خاصه في هوامش الوادي والدلتا والواحات. تجريف التربه واستخدامها في صناعه الطوب الاحمر فيما يخالف القانون. يعني التربه بدل ما يزرعوا فيها، لا يقول لك احنا ناخدوها نعمل منها طوب احمر ونبيعه ناخد منها مبلغ قد كده، مبلغ محترم، فده بيخالف القانون، يعني بيتعرض على عقوبات وكده. تامن حاجه عندي النمو العمراني على حساب الرقعه الزراعيه وما يصاحبه من تبوير الاراضي الزراعيه وتناقص مساحتها. يعني الاراضي الزراعيه الناس بقت تبني عليها، فبيقول لك نمو العمراني على حساب الرقعه الزراعيه، يقعدوا يبنوا على حساب الاراضي الزراعيه، وبكده الاراضي الزراعيه مساحتها هتقل تمام. فبيقول لك ما يصاحبه من تبوير الاراضي الزراعيه. تبوير يعني الارض باظت، الارض خربت، الارض راحت في داهيه. تبوير الاراضي الزراعيه وتناقص مساحتها، انت عمال تبني على الاراضي الزراعيه، فالاراضي الزراعيه باظت ومساحتها كمان قلت. بعد كده نخش في جهود الدوله بقى. يا ترى الدوله يعني ايه جهود الدوله؟ يعني ايه العلاج بقى؟ انت دلوقتي قلت لي المشاكل اللي بتواجه الزراعه في مصر، ايه العلاج بتاع ده كله والدوله بتعمل ايه؟ قال لي بص يا حماده، اول حاجه لازم نعمل عشان نتغلب على المشكلات الزراعه دي، اول حاجه استصلاح الاراضي بهوامش الدلتا والمناطق الواحات وشمال سيناء والساحل الشمالي. الاراضي دي عايز يقول لك انها فاضيه، الدلتا، الواحات، شمال سيناء، الساحل الشمالي، عايز يقول لك انها اراضي فاضيه، فيقول لك المفروض نستصلحها نزرع فيها يعني ونوسع الزراعه.
تاني حاجة الاهتمام بمشروعات الري والصرف وحفر الآبار. احفر آبار واحفر ترع والكلام ده كله، واعمل نظم صرف عشان الدنيا تبقى جميلة وزي الفل. تالت حاجة ادخال، احنا قلنا يعني ايه ري، قلنا ترع وقلنا صرف، المفروض انت تكون عارف الكلام ده. تالت حاجة ادخال وسائل حديثة في الري خاصة في المشروعات الجديدة. تدخل وسائل حديثة، بطل تربط في عجل وفي حمار المية وتقعد تزقي والكلام ده، لا، استخدم اساليب جديدة، اساليب احدث. استنباط. رابع حاجه استنباط سلالات جديده من المحاصيل الرئيسيه: القمح، الرز، القطن، زيت الانتاجيه الفدان. او بص لزيت الانتاجيه، يعني شوف محاصيل غير، نوع في المحاصيل، ما تقعدش طول السنه في نفس المحصول نفس المحصول نفس المحصول، لا، شوف محصول مثلا شوف نوع جديد. ازرع، انا ماشي قطن مثلا ولا قمح، بس شوف لك نوع غيره. تمام، قمح معرفش من دولة تاني كده، الكلام ده غير في التربة. بعد كده بيقول لي خامس حاجة مساعدة المزارعين من خلال منح القروض ومدهم بالأسمدة والأعلاف وتوريد محاصيلهم باسعار مناسبه. يعني بيقول لك ساعد المزارعين. عايز ارض، واحد عايز معهوش فلوس مثلا، مزنوق، عايز فلوس عشان يزرع الارض بتاعته، مش معاه فلوس تكفي، اديهم يا عم القروض اللي عايزينها، مدهم بالاسمده اللي هم محتاجينها، اديهم البذور اللي هم محتاجينها. تمام. بس وكمان اديهم الحاجات دي باسعار الجمله، يعني باسعار مناسبه، ما تديهمش الحاجات دي باسعار ايه رافعه كده، فاهمني؟ فبيقول لك ساعدهم من خلال منح القروض ويمدهم بالاسمده والاعلاف وتوريدهم محاصيلهم باسعار مناسبه. بعد كده رقم 6 بيقول التوعية والإرشاد الزراعي ودعم نقابة الفلاحين، نفس اللي احنا قلناه. التوعية يعني توعي الفلاحين، ده صح ده غلط، استخدم الأسلوب ده ما تستخدمش الأسلوب ده، الكلام ده تفهم الدنيا، وتدعم نقابة الفلاحين عشان يعني قلنا دلوقتي منح القروض والكلام ده، فتدعم النقابة بتاعتهم. بعد كده هنا بيقول لي في مصر 3 دورات زراعية، عندي العروة الشتوية صيفية وعروة نيلية. ويهدف ذلك لتكثيف الانتاج الزراعي. نخش بعد كده في الثروة الحيوانية. بص يا حبيبي، الثروة الحيوانية يوجد ارتباط بين الثروة الحيوانية والنشاط الزراعي. يعني تلاحظ ان كل مثلا شوية زارعين كده تلاقيهم حاطين لك فراخ وبط ووز والكلام ده. توجد انواع رئيسية من الحيوانات تعتمد على الغذاء من الحقول والحظائر. كثيرا ما يربي الفلاح الحيوانات بهدف العمل في الحقل. يعني زي ما قلت لك اساليب ما يعلم بها الا ربنا، يربط في الحمار يعذب امه. فالمهم ونكمل. وتغير هذا الأمر أخيرا، والحمد لله اتغير بعد إحلال الآلة المكنة الزراعية محل الحيوانات. الرسم البياني المقابل يوضح أهم أنواع الثروة الحيوانية وانخفاض أعدادها بشكل عام. انخفض أعداد الثروة الحيوانية بشكل عام في مصر. ليه؟ هنعرف دلوقتي، بس تخلي بالك من البتاع ده كويس. يجي يقول لك أكتر حاجة منتشرة، تقول له الأغنام، أقل حاجة الجمال، ده فين الكلام ده، تحفظه كويس. ليه بقى اعداد الثروه الحيوانيه قلت بشكل كبير؟ قال لي بص يا حبيبي، نقص المساحه المزروعه بالاعلاف زي البرسيم، مفيش برسيم عشان اكل الحيوانات اللي عندي. تاني حاجه استخدام المزارعين للحيوانات في الحقل مما يؤدي الى اجهادها وضعفها. المزارع بيطلع عين العجل اللي عنده ولا الحمار، بيخليه بدل ما حمار يبقى بص بيعذبه عذاب. فتالت حاجة انتشار الأمراض التي تفتك بالثروة الحيوانية زي الحمى القلعية وجنون البقر. قال لك في أمراض منتشرة بطريقة كبيرة، وقلة الإمكانات البيطرية، مفيش إمكانيات يعني مستشفيات بيطرية اللي هي عشان أعالج الحيوانات ديت، وحوار التطعيم والكلام دوت ضد الأمراض، فمفيش الكلام ده. أنا لا عندي إمكانيات بيطرية وعندي أمراض كتير قوي، يعني الاتنين مرتبطين ببعض. فممكن يجيب لك سؤال على دول يقول لك ما العلاقة الامكانيات البيطريه وانتشار الامراض. تمام، فتخلي بالك من السؤال ده كويس، تقول له لو في امكانيات بيطريه، لو في متوفر عندي يعني امكانيات بيطريه، هيبقى مفيش اسمه دوت مفيش امراض. تمام. طيب بعد كده بيقول لي ارتفاع اسعار الاعلاف المصنعه محليا، يعني كمان الاعلاف اسعارها غاليه، يعني الدنيا رايحه في داهيه، يعني نقص مساحات مزروعه وكمان ارتفاع اسعار الاعلاف. نخش بعد كده في الثروة السمكية. عايز يقول لي الثروة السمكية تعد الأسماك والقشريات مصدر رئيسي للغذاء. ليه يا عم؟ قال لي بسبب سد النقص في اللحوم والدواجن، بتسد النقص اللي عندي، ورخيصة كمان. قال لي وفي أعداد كبير من السكان بيقبلوا عليها، وبالذات عندك أهو شم النسيم، الناس عم فسيخ رنجة والكلام ده. بلغ إنتاج الأسماك في مصر نحو واحد من 10 مليون طن. الرقم ده مهم عام 2013، مهم قوي، حيث ينتج نحو، بص والرقمين
لكن دول مهمين قوي برضو. 275 ألف طن من مصايد البحار والبحيرات الشمالية والبحيرات الداخلية ونهر النيل وفرعيه والترع اللي هم فرعي دمياط ورشيد. 825 ألف طن من المزارع السمكية. يبقى ينتج نحو 275 ألف من المصايد والبحار والبحيرات والشمالية والبحيرات الداخلية ونهر النيل وفرعيه والترع، و825 ألف من المزارع السمكية. يعني مين اللي بيديني سمك أكتر؟ اللي بينتج لي سمك أكتر المزارع السمكية 825 ألف. مما سبق نستنتج أن معظم إنتاج الأسماك في مصر من من المزارع السمكية. عشان هنا بيقول لي من الرغم من الإنتاج الكبير لمصر من الأسماك إلا أنها تستورد بعض الأنواع من الأسماك والقشريات والرخويات لسد حاجة السكان. عندها إنتاج كبير بس كمان بنستورد زي القمح كده. بنستورد برضو، قلنا من أكبر الدول في العالم اللي بنستورد قمح. بس كده الحمد لله نكونوا خلصنا الدرس او كده تمام. اللي بص عايز اقول لك حاجه، تحليل اهم نواتج التعلم دي مهمه جدا. الصفحه الاخيره دي تقعد انت بقى مع نفسك تذاكرها. بسم الله ونخش بعد كده في الدرس التاني. بص بقى هنا وركز معايا كويس قوي. الدرس التاني انا كنت شارحه على اليوتيوب في مدة ربع ساعة، تمام؟ هل شرح الدرس كله؟ لا. امال شرحت ايه؟ شرحت اهم النقط اللي موجودة عندك في الدرس. وفي على قناة التليجرام عامل لك 3 فويسات. فويس هتلاقيه على معادن فلزية ومعادن لا فلزية ومصادر الطاقة. كنت بغني لك اماكن تواجد كل معدن عشان اماكن كتير جدا في الدرس ده وعايز حفظ، انا قلت كتير قبل كده، فكنت مغنيهم لك كده اهوت عشان تحفظهم بطريقة سهلة والدنيا تبقى جميلة. فانت هتتفرج على الفيديو الربع ساعة ده وهتسمع ال3 فويسات دول. حلو يا باشا، حلو. طب احنا مش هنشرح الدرس ده ولا ايه؟ لا، هنشرح فيه دلوقتي بعض الحاجات اللي انا معلم لك عليها. يعني انا مجهز الدرس هشرح لك بعض الحاجات اللي حاطط تحتها كده كام خط فقط لا غير. لكن الفيديو ربع ساعة ده مهم جدا جدا جدا. والثلاث فويسات هتلاقيهم في قناة التليجرام موجودين بالترتيب تحت بعضيهم. لازم تسمعهم عشان تحفظ اماكن التواجد ديت، عشان ما حبيتش اضيع لك الوقت ده في الفيديو اللي هو الربع ساعة ده واقعد اضيعه على الفاضي كده واهري في اصل انت كده كده تقعد مع نفسك هتذاكرهم هتحفظهم مع نفسك، فانا ليه اضيع وقت وتقعد يعني معايا بعد كده تفتح الكتاب تاني؟ لا. فاحنا شرحنا المهم في ربع ساعه، والثلاث فويزات دول موجودين على قناه التليجرام كل واحد 3 4 دقايق يا باشا، تسمعهم كده وتغني معايا هتحفظ والدنيا هتبقى جميله ان شاء الله وزي الفل. يلا بينا مش عايزين نطول ونسمع الكلام اللي احنا حاطين عليه حاجات ده. بص يا باشا، دلوقتي الدرس دوت صلي على النبي كده بسم الله. الدرس ده بيتقسم لجزئين، في نشاط تعديني وفي نشاط صناعي. اول حاجه، هل في فرق بين النشاط التعديني والصناعي؟ شرحها لك في الفيديو ربع ساعه بالتفصيل، تمام؟ انا هشرح دلوقتي كم حاجه ايه اللي انا حاطط تحتها خط. بيقول لي مصر غنيه بثرواتها المعدنيه ومصادر الطاقه والتي تعد من اساسيات قيام الصناعه. يقول لي من اساسيات قيام الصناعه ايه؟ هتقول له ثروات معدنيه ومصادر الطاقه. هنا بقى بيقول لي استخراج التعدين هو استخراج الخامات المعدنيه من باطن القشره الارضيه، وهناك نوعين من التعدين، في تعدين سطحي وفي تعدين باطني. التعدين السطحي اللي هي المعادن بتكون قريبه من السطح، تمام؟ معادن قريبه. لكن التعدين الباطني بتكون معادن على اعماق بعيده قوي. وايه يجي يقول لك هنا ايه اللي يكلف اكتر واللي عايز الاقتصاد اكتر؟ يعني هتقول له التعدين الباطني لانه هو بعيد، معادن بعيده، فانت عايز اجهزه والات وما اعرفش ايه وايه 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 وايه، فهيكلفني فلوس اكتر التعدين الباطني. هنا عايزك تعرف ان من اهم المعادن اللي استغلها الفراعنه كان الذهب والنحاس. كان خاصه منين؟ من الصحراء الشرقيه وشمال سيناء، شين شرقيه وشمال سيناء. الحديد، عايزك تعرف الحديد اهم مناطق انتاج ومناجم الجديده بالواحات البحريه، وتعد اهم المناجم التي تستغل حاليا. ليه الحته دي مهمه؟ عشان ممكن يقول لك الحاجات اللي في المناجم اللي في البحر الاحمر، يقول لك انه الاهم، هتقول له الاهم عندي دلوقتي اللي بجيب منه اقتصادات كويسه، يقول لك اللي بيدخل اقتصاد كويس، هتقول له مناجم الواحات البحريه. ليه؟ عشان انا بستغلها حاليا. لكن جبال البحر الاحمر بيقول لي لم تستغل، تمام؟ ليه يا عم؟ قال لك عشان في تضاريس، عامل التضاريس مش عارف استغل الحاجه دي. ما انت لازم عشان تعمل اي حاجه عشان تعمل منجم وكده عايز حفر وعايز طرق وعايز مباني للعمال قريبين وعايز. واحنا قلنا انه التضاريس وعرض التضاريس ديت ما بتخليش اعمل الحاجات دي. قلنا اهم حاجه عندي يكون في الاماكن الحلوه، يعني اللي بيكون فيها سهول، اقدر ابني فيها، اقدر اعمل طرق، اقدر اعمل اللي انا عايزه، مؤسسات، اعمل اللي
اللي انا عايزه، لكن الحاجات اللي فيها تضاريس دي بتكون مشكله كبيره جدا عندي. بعد كده عندي المنجنيز. المنجنيز بص بيقول لي يبلغ الانتاج يعني نحو 140 الف طن، وتخلي بالك من الاحتياطي بتاعه اللي هو 10 مليون طن. وعايزك تعرف كمان انه بيصدر معظمه للخارج. يجي يقول لك سؤال دلوقتي هوريه لك، تعالى اهوت السؤال فين وفين 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 اهو. السؤال بيقول لي تحتاج بعض المعادن الى تغيير في استراتيجيه التعامل الحكومي مع هذه الدخل القومي للبلاد، ومنها هتختار ايه؟ هتختار المنجنيز. استنى اقول لك تاني حاجه دلوقتي، بس تعالى نكمل. فانت هنا عندك المنجنيز بيصدروه في شكل خام، وده ما ينفعش، لازم تصنع منه الحاجات. يعني مثلا بصنع منه ده وده وده, وده, وده. صنع الحاجات الاول تمام، وبيعها وهي متصنعه كده، تكسب منها فلوس اكتر. يعني حته الذهب مثلا ما تبيعهاش كده، ما تصدرهاش كده. امال اعمل ايه الخام الذهب دي؟ لا اعملها غوايش، اعمل حلقان، اعمل وبيع الحاجات دي هتكسب منها فلوس اكتر. الجبس عندي بيقول لي يستغل الجبس اساسا من مناجم راس ملعب في سيناء تمام، ومن شمال الاسماعيليه. يعني هي اللي بتستغل حاليا، هي اللي بتدخل اقتصاد حاليا. تمام. بعد كده عندي ملح الطعام. عايزك تعرف ان ملح الطعام دوت بستخرج ملح الطعام بطريقه التبخير الصيفي. ايه التبخير الصيفي دي؟ شارحها في فيديو ربع ساعه بالتفصيل، بس اقولها لك ان هو على السريع. التبخير الصيفي ديت يعني بيجمعوا الميه اللي فيها الملح ديت، يا اما في اماكن كبيره تمام، احواض وكده هوت، او بيسيبوها وهي موجوده كده عادي. بيحصل عمليه التسخين عن طريق، لو هي عادي كده بيسيبوها ما بيعملوش فيها حاجه، عن طريق الحراره بتاعت الشمس تمام. لكن لما بيحطوها في احواض وكده هوت فهم بيعملوا عمليه تسخين، يعني عمليه بيخش فيها العامل البشري. فبيحصل ان الملح بيتركز عندي والميه بتتبخر، وبقدر اجمع الملح. لكن لما بيسيبوها كده عادي، الشمس اللي بتبخر الميه تمام. وهنا يجي يقول لك التبخير الصيفي له علاقه بالمناخ، تقول له ايوه، لان عندك الحراره، الشمس بتسخن الميه دي بتبخرها، وبيتبقى عندي الاملاح تمام. فبيترسب ملح ايه الطعام اللي هو كلوريد الصوديوم. هنا بقى رمال الزجاج. رمال الزجاج لسه قايل لك تستغل في صناعه الزجاج وتصدر الى الخارج في شكل ايه؟ في شكل خام. يعني هتمشي عليها ايه؟ هتمشي عليها نفس السؤال ده. بيقول لي تحتاج بعض المعادن لتغيير في استراتيجيه التعامل الحكومي معها لزياده الدخل القومي للبلاد. يعني تغيير استراتيجيه التعامل الحكومي معها، يعني ما تصدرهاش خام، اعمل منها الزجاج واعمل اللي انت عايزه، وبعد كده بيعه وتكسب منه فلوس اكتر. فانت عندك المنجنيز ورمال الزجاج، تقدر الاول يعني تصنع منهم الحاجات اللي انت عايزها وتصدرها وهي ايه؟ متصنعه. يعني ما تصدرهمش خام كده. الفحم. بص عايزك تعرف الفحم ان بيقول لي توقف الانتاج سنه 1967. ليه يا عم؟ قال لي بسبب عدوان كذا 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 كذا. هتقول له بسبب اسباب سياسيه وعسكريه. تمام. بسبب عدوان 5 يونيو 1967 واحتلال اسرائيل شبه جزيره سيناء. ثم بدأ التشغيل بقى امتى؟ بدأ التشغيل امتى؟ في 1980. يبقى توقف الانتاج 1967 وبدأ التشغيل في 1980 بعد تحرير سيناء. عايزك تعرف ان ينقل البترول في مصر من السويس تمام، من العين السخنه لمينا سيدي كرير غرب اسكندريه بواسطه خط انابيب سومد اللي هو بطول 300 كيلو متر. عايزك كمان في الغاز الطبيعي تعرف ان الغاز الطبيعي اهميته انه مصدر للطاقه اقل تلويثا للبيئه. اقل حاجه يقول لك ايه تلويث للبيئه؟ تقول له الغاز الطبيعي. اقل مصدر طاقه اقل تلويث للبيئه. بيستخدم كمان كماده خام في صناعه البتروكيماويه. كلمه بتروكيماويه دي انا شارحها في فيديو ربع ساعه كويس قوي، وجبت لك سؤال في الامتحان قلت لك المواد العازله واللاصقه تعتبر من الصناعات البتروكيماويه وكده اهوت، هتبقى ايوه صح. وقلت لك كمان حاجات كتير غير المواد العازله والكلام ده، فيا ريت يا ريت يا ريت ما تستهترش بالفيديو الربع ساعه الصغير ده. بعد كده بيقول لي انتاجه، خلي بالك من الحته دي، يبلغ انتاجه نحو 46 مليون متر مكعب، وتستهلك مصر سنويا اكتر من قد ايه؟ اكتر من 12 مليون متر مكعب، وبنصدر الباقي. ركز معايا هنا ايه شويه. بص هو بيقول لي احنا بننتج كام؟ بننتج 46 مليون متر مكعب. مصر بتستهلك قد ايه؟ بستهلك 12 مليون متر مكعب. يبقى دلوقتي انت انتجت 46 مليون، استهلكت 12 مليون، المتبقي كام؟ المتبقي عندي هيبقى 34 مليون. ادي 34 مليون متر مكعب. طيب متر مكعب، واحنا قلنا ايه هنا؟ قال لي يصدر الباقي الى الخارج عن طريق انابيب. يبقى هنصدر قد ايه؟ يقول لك يصدر الغاز الطبيعي، يصدر 34 مليون متر مكعب الى الخارج. تقول له صح تمام. ممكن يجيب لك نسب مختلفه. يعني ايه؟ يعني ممكن يجيب لك 33 مليون. طيب تبقى صح. ليه تبقى صح؟ عشان هو قال لي مصر بتستهلك سنويا اكتر من 12 مليون تمام. فعادي يعني تمشيها في الرينج ده، يمشيها 34 مليون 33 مليون بس كده اهو. عايزك كمان تعرف ان النشاط الصناعي عندي كان متاثر
بالاوضاع السياسيه. وخلي بالك مش اوضاع سياسيه فقط، يجي يقول لك اوضاع سياسيه بس تقول له لا، اوضاع سياسيه وبعض العوامل الاخرى. يبقى النشاط الاصطناعي كان متاثر بايه وايه؟ اوضاع سياسيه وبعض العوامل التانية. بص يا حبيبي، الخريطه اللي على الشمال ديت مهمه. تمام، الخريطه ديت اللي على الشمال دي مهمه، حاول يعني تديها شويه تركيز. تمام، يعني مش عايزك تحفظ كل حاجه فين وكل حاجه فين، بس تشوف الحاجات المنتشره. يعني مثلا الحته اللي بالاحمر دي، الاحمر دي هنا رمز ايه؟ رمز الصناعات الغذائيه. تعرف ان على الوادي ده منتشر الصناعات الغذائيه. الحتت اللي عامله زي المشابك ديت، تمام، تشوفها منتشره فين؟ منتشره عند الدلتا. تمام، يعني تحاول تديها كده ايه شويه ملاحظات كده، هو تكتبها، ودي هتبقى يعني سهله وجميله وزي الفل. وباذن الله اكتب لك عليها برضو ملاحظات في المراجعه النهائيه. ركز معايا هنا، بيقول لي تنتشر الصناعات الهندسيه والكهربائيه في القاهره الكبرى حيث السوق الاستهلاكيه الكبرى. بيقول لي، يجي يقول لي تنتشر الصناعات الهندسيه الكهربائيه في القاهره الكبرى. طيب ثواني، احنا قلنا القاهره الكبرى دي بتضم مين؟ قلنا بتضم القاهره، وبتضم الجيزه، وبتضم القليوبيه. طيب، القاهرة وجيزة وقليوبية، جميل جدا. يجي يقول لي الصناعات الهندسية والكهربائية تنتشر في القاهرة، أقول له صح. الجيزة أقول له صح. القليوبية أقول له صح. خلي بالك إن السوق استهلاكية كبرى، مش سوق إنتاجية، لا، سوق استهلاكية بيستهلكوا بس. وكده الحمد لله أكون شرحت لك الحاجات اللي أنا عايز أشرحها لك في الدرس دوت. الحاجات كلها يعتبر الدرس مشروح، مفيش غير كام نقطة هنا اهوت. يعني الكام نقطة اللي أنا معلم لك عليهم هنا بالأحمر، بص على اليمين هنا اهوت، دول أنا شرحهم لك أصلا في الفيديو ربع ساعة. علمت لك على أهم 3 حاجات وشرحتهم لك بالتفصيل الممل. الفيديو ربع ساعه مهم جدا. 3 فيديوهات اليوم في قناه التليجرام، في قناه التليجرام هتلاقيها في الوصف في الديسكربشن تحت. وما تنساش تذاكر الصفحه اللي على الشمال ديت اللي هي تحليل اهم نواتج التعلم. نواتج التعلم يا شباب مهمه جدا، نواتج التعلم، اي درس نواتج التعلم بتاعته مهمه جدا. دي زي المفاتيح اللي بتساعدك انك تربط الدرس في بعضه، وبتساعدك بمعلومات مش موجوده في الدرس بتلاقيها موجوده هنا. تمام، فالحاجات دي مهمه جدا، هتوسع فهمك بنسبه اكبر. فتحاول يا ريت يا ريت يا ريت، هي ورقه واحده حاول تديها بص، مش تاخد منك 5 دقايق بس كده، ونبقى خلصنا الدرس التاني. يلا بينا نخش في اللي بعده بسم الله، ونخش في تالت درس عندي وهو النقل. تعد طرق النقل بانواعها المختلفه بمثابه الشرايين الحياه بالنسبه للدوله، لان عن طريقها يتم نقل السكان والبضائع والمواد الخام. دلوقتي انت لو ساكن في حته فيها مواصلات هتبقى الدنيا جميله وزي الفل. طب حته انت ما فيهاش مواصلات، لا هتعرف تروح شغلك ولا مدرستك ولا تزور حد ولا تعمل اي حاجه في اي حاجه، لا تعرف تسافر اي دولة، ولا بص انت هتقعد في مكانك كده. تمام، فهيبقى مفيش حياة. فبيقول لك ان طرق النقل يعتبر شرايين الحياة. بيقول لي انواع النقل المختلفة. انا عندي 3 انواع من النقل. في نقل بري عن طريق البر والسكك الحديدية، وفي نقل مائي عن طريق الانهار والبحار، وفي نقل جوي تمام اللي هو طيارات وهكذا. طيب نمسك حاجة حاجة واحدة واحدة. اول حاجة عندي الطرق البرية. الطرق البريه جايب لك الخريطه ديت. الخريطه ديت اهي زي ما انت شايف، هناخد بالي منها بس شويه حاجات كده ايه مهمه. دلوقتي بيقول لي من الخريطه السابقه نجد ان الطرق البريه، عايزك تحفظ في 3 هنا، مش تحفظ، عايزك تفهم 3 نقط هنا. اول حاجه ان الطرق البريه اطول انواع الطرق في مصر حيث تغطي معظم انحاء الدوله. تاني حاجه بيقول لي ان في هناك شبكه من الطرق البريه مرصوفه وغير مرصوفه. يعني ايه مرصوفه وغير مرصوفه؟ يعني جاهزه، يعني ممهده، يعني مبلطه، يعني متسفلته، يعني كويسه، يعني مش رايحه في داهيه. تمام، يعني في طرق مرصوفه وفي طرق غير ايه مرصوفه. من اهم هذه الطرق في طريق القاهره اسكندريه، وطريق القاهره اسيوط الغربي، وطريق القاهره السويس. يعني ايه الطريق وفاصله كده؟ يعني الطريق بيودي منين لفين. تمام، من القاهره للاسكندريه، من القاهره اسيوط الغربي. طيب ما تيجي نشوف الحاجه دي في الخريطه. بص يا حماده، ادي الدلتا دي كده، الدلتا، هو انا والله ما شايفها كويس بس يعني مش باينه يا عم. ادي مش مهم ده فين منين. بص كده كده كده، تمام تمام. بص عندك اول حاجه طريق القاهره اسكندريه. تعال نعمله بلون مثلا الاخضر. تمام، ادي القاهره يا عم، دي القاهره. تمام، وادي اسكندريه. الطريق بتاعهم فين هقول لك دلوقتي. وفي القاهره اسيوط الغربي، ادي القاهره علمنا عليها، وادي اسيوط. حلو. وفي القاهره السويس، اهي السويس. طيب اول حاجه القاهره اسكندريه فين يا عم الطريق دوت؟ تعالى نعمله مثلا بلون تاني، لون بنفسجي اهوت. القاهره اسكندريه، ادي القاهره اسكندريه. القاهره السويس، ادي القاهره السويس. القاهره اسيوط الغربي، ادي فين اهو. ادي القاهره، بص شايف كده 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 اسيوط الغربي اهو، هنا كده.
ده القاهره الاصيله. ليه سموه غربي؟ ادي يا عم الوادي كده في النص، فهو قال لك ادم غرب الوادي يبقى هنقول الاسيوط، طريق اسيوط الغربي. تمام. يبقى عندك طريق القاهره اسكندريه اللي هو يجي يقول لك طريق في انو جهه، تقول له في الشمال الغربي، وطريق في اللي هو من القاهره للسويس، وطريق من القاهره اسيوط الغربي. تمام تمام. دي من اهم الثلاث طرق اللي عندي. قال لي كمان تعد السيارات الوسيله الرئيسيه لنقل الركاب والبضائع والسلع المختلفه داخل مصر. يبقى ده كده دي تلات حاجه، ايه التالت حاجه لازم تعرفها؟ يبقى اول حاجه الطرق البريه اطول انواع الطرق، تاني حاجه اخدنا كام طريق مهمين جدا، واخدنا تالت حاجه ان السيارات الوسيله الرئيسيه لنقل الركاب وايه والبضائع والسلع المختلفه في مصر. هنا بعد كده هناخد السكك الحديديه. بص يا حبيبي، السكه الحديديه تمام، تعالى كده ناخد الجزء ده. والله مش عارف الخريطه مالها كده. اعمل دي كان دي الدلتا، ماشي، دي الدلتا. عايز اقول لك ان هنا في عند الدلتا في سكك حديديه، خطوط سكه حديد هنا كتير قوي في الدلتا. ليه يا عم؟ قال لك والله عشان في سكان كتير. تمام تمام. فهنا بيقول لي تعالى كده نمسك، بيقول لي تمتد الخطوط الحديديه للربط بين المدن الدلتا والوادي، يعني بتربط لي ما بين المدن اللي هنا موجوده في الدلتا والمدن اللي موجوده فين في الوادي. طيب، قال لي تمتد وتعد مصر من اقدم الدول التي استخدمت السكه الحديديه. خلي بالك من الحته دي، قال لك من اقدم، ما قالكش اقدم دوله مصر، لا قالك من الاقدم، يعني في دول اقدم من مصر. تمام. استخدمت السكه الحديديه حيث انشا اول خط حديدي في مصر بين مين ومين؟ بين القاهره واسكندريه. يبقى اول خط سكه حديدي نشا فين؟ الجهه الشمال الغربي. تمام. بينه وبين مين؟ القاهره واسكندريه. جميل جميل. بص كده معايا، ليه احنا ليه يعني بنستخدم السكك الحديديه؟ ليه بنستخدم القطر وكده؟ يعني من غير ما نقرا، بس عشان عايز نقرا حته التوضيح ديت بس قبل يعني ايه ما نقراها. دلوقتي انت بتروح تركب القطر عشان تسافر من حته لحته بعيده، يعني مثلا من اسكندريه لسوهاج. تمام. ليه؟ بتقدر تنقل الحاجات اللي انت عايزها، بتاخد شنط كتير اللي انت عايزها معاك، وفي نفس الوقت سعرها قليل. تمام. فهنا بيقول لي تستخدم السكك الحديديه في نقل البضائع كبيره الحجم وثقيلة الوزن مثل الخامات المعدنية، وتتشعب السكك الحديدية في الدلتا لاتساعها وكثرة السكان ايه بها، لسه قايلينها. وليه برضو السلسلة الحديدية سعرها ايه برضو قليل. نخش في تاني حاجة عندي وهي النقل المائي. نقل مائي يعني في المية، شفت الذكاء؟ النقل المائي عندي بص يا حبيبي، في نقل نهري وفي نقل بحري. تمام. نهري انهار، بحري بحار. شفت ذكاء يا ابني ده. المهم النقل النهري يشمل النقل خلال نهري انهار نهر النيل وفرعين دمياط ورشيد، والترع الرئيسيه زي ترعه الابراهيميه وبحر يوسف. تعال اقول لك كده، اوريك حاجه على السريع. بص يا حبيبي ركز معايا. ديت هنا ترعه الابراهيميه. تمام. اهي ترعه الابراهيميه. تمام. نغيروا اللون بس. هنا اهوت ناحيه الفيوم. هنا بص بحيره قارون هنا اهو في الفيوم. تمام. بحيره قارون عند منخفض الفيوم. طيب. ده بحر يوسف. يبقى بحر يوسف. تمام. بحر يوسف بيصب فين؟ هنا في بحيره قارون اللي هي منخفض الفيوم هنا اهو كده. تمام تمام. عشان تفرق ما بين ترعه الابراهيميه وتعرف بحر يوسف بيودي الميه بتاعته في انه حته. ايه هي يا ترى الصعوبات اللي بتواجه النقل النهري في مصر؟ اول حاجه بطء وانخفاض منسوب المياه في بعض الفترات. الميه لما بيكون في بطء في الحركه او انخفاضها منسوبها بيقل، ده بيبقى خطر. ليه خطر يا عم؟ ما انت ممكن السفينه لما لو الميه قلت ممكن تغرس، فلازم الميه عشان يعني ده يبقى جميل الميه تكون في حركه، والحركه بركه، ويكون في ميه حلوه ومنسوبها عالي عشان السفينه تاخد راحتها. عشان لو السفينه لو الميه المنسوب بتاعها قليل فالسفينه لازم تجري بسرعه بقى عشان ما تغرس. طيب ايه تاني الصعوبات اللي بتواجه النقل النهري؟ قال لي كمان عدم توافر مواني نهريه حديثه للرصاص السفن. المواني اللي عندك لا فيها خدمات ولا فيها اي حاجه خالص، مواني عايزه يتولع فيها. طيب ايه النقل البحري بقى؟ بص يا حبيبي، نقل بحري بحار. طيب بالرغم من طول سواحل مصر الا ان عدد المواني المصريه قليله. يعني انت عندك طول السواحل بس قليله. ليه؟ قال لي تعالى اقول لك. بعد معظم السواحل عن العمران بالوادي والدلتا. يعني ما السواحل ديت بعيده عن العمران، الناس ما بتروحش. لازم تكون السواحل قريبه من العمران عشان الناس تروح وتيجي ويكون في حركه ويكون في نقل من هنا لهنا من هنا لهنا وهكذا. تمام. فانت بيقول لك عندك
بعد السواحل، معظم السواحل عن العمران في الوادي والدلتا. تاني حاجة عدم صلاحية سواحل كثيرة، يعني السواحل دي ما تصلحش انك تعمل فيها مينا. ليه يا عم؟ عشان لازم مينا يكون في عندك زاوية، يكون عندك كده. بص تعالى اقول لك، تعالى اوريك على الخريطة، لا تعالى اوريك على الخريطة. بص شايف كده الساحل بتاعنا ده مستقيم، تمام؟ شايف مستقيم، بص اهو هنا برضو مستقيم، الحتة دي برضو مستقيمة، تمام؟ فلازم ده مش هينفع، انا عايز لازم يكون عندي مثلا هنا زي حته السويس هنا مثلا يكون في ركن وكده. فده مش عندك في مصر كتير، يعني ما فيش الكلام ده. انت عندك معظم السواحل ايه؟ مستقيمه. طيب جميل جدا. عدم صلاحيه سواحل كثيره. بيقول لي وفي ميل نتعرف على اهم المواني والممرات البحريه في مصر. ركز معايا يا حبيبي كده وسمي الله. اول حاجه ميناء اسكندريه. ميناء اسكندريه يتم من خلاله التعامل مع اكتر من نص تجاره مصر الخارجيه، اكتر من نص تجاره مصر الخارجيه عن طريق ميناء اسكندريه. يعني ميناء مهم جدا 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 جدا، تمام؟ يبقى يجي يقول لك تتم تجاره مصر اكتر حاجه ما بين ايه؟ تقول له عن طريق، يعني عن طريق ايه؟ تقول له عن طريق النقل البحري، عن طريق ميناء اسكندريه. ميناء بورسعيد بيقول لي في اتنين ميناء، ميناء خارجي، ميناء داخلي. ميناء خارجي يقع في شرق مدخل قناه السويس الشمالي، يعني نقوله مثلا هنا اهو، تمام؟ والميناء الداخلي يقع جنوب بورسعيد، يعني نقوله كده هنا اهو، تمام؟ المهم يعني في واحد خارجي بيصدر لبره، وفي واحد داخلي من مصر في يعني انحاء مصر وكده. في عندك بعد كده ميناء السويس. ميناء السويس دوت يقع على الطرف الجنوبي لقناة السويس، الطرف الجنوبي لقناة السويس. افتح الخريطة حبيبي بص فيها، مش ناقصين تضيع وقت. يعد من اهم المواني بالنسبة لحركة الركاب والبضايع. فين؟ في البحر الاحمر، تمام. انشئ ميناء السويس الحديث شمال غرب الميناء القديم. يعني عايز يقول لك انك عندك برضو اتنين ميناء، زي مين؟ زي هنا هو اللي هو بورسعيد، يبقى هنا في اتنين وهنا في اتنين، هنا في قديم وحديث وهنا في خارجي وداخلي. الميناء قصدي الحديث شمال غرب الميناء القديم، والميناء القديم قال لك فين؟ يقع على الطرف الجنوبي لقناه السويس. طيب جميل جدا. بعد كده عندي ميناء سفاجه. بص كل حاجه موجوده هنا في الخريطه، ببص بقى على نفسك بقى. ميناء سفاجه هو ميناء تجاري وتعديني. ازاي؟ قال لك والله الصحراء الشرقيه دي حبيبي فيها معادن كتير قوي، فانت بتاخد المعادن دي اللي هنا وبتحطها في ميناء سفاجه وبتصدر منه. يعني كل المواد اللي قلناها ديت تجاره ورايحه جايه تجاره كده، تمام؟ ده بقى قال لك الاثنين ميناء تجاري وتعديني، يعني عن طريق الصحراء الشرقيه بتنقل معادن بتصدرها يعني وكده. كده بيقول لي تعد قناه السويس من اهم الممرات الملاحيه، حيث تعبر خلالها السفن وناقلات النفط من دول العالم. هوريك خريطه دلوقتي. تعبر خلالها السفن وناقلات النفط من دول العالم المختلفة. قناة السويس خلي بالك بتربط بين الشرق والغرب، تتميز كطريق ملاحي باستقامتها في معظم امتدادها، وده كويس جدا لان الحوار الاستقامة دوت السفينة ما بتقعدش تيجي يمين وشمال وتروح وتيجي وموال حزينة كده، لا هي بتتميز باستقامتها. تعد مصدر دخل رئيس مصر، ومن المتوقع ان يزيد دخل القناة خاصة بعد حفر القناة الجديدة بنسبة 259%، مما يساهم في زيادة الدخل القومي لمصر. يعني المتوقع زيادة الدخل هيزيد بنسبة 259% لما يحفروا قناة السويس القناة الجديدة. ما تيجي كده اوريك القناة الجديدة. بص يا حبيبي ركز معايا، اللي بالاحمر ده قناة السويس الجديدة. يعني هم عملوا ايه؟ والله كنت هتقول لي قناة السويس القديمة اللي هي بص على الشمال كده، على الشمال، تمام؟ هم عملوا ايه بقى؟ قال لك والله عملوا بص فرع هنا كده اهو، عملوا فرع على اليمين كده اهو، فرع بس، تمام؟ عملوا فرع بحيث ايه؟ بحيث مثلا لو في سفينتين، واحده رايحه وواحده جايه، واحده تاخد طريق والتانيه تاخد طريق تاني. واحده مثلا عايزه تعدي، ما تستناش التانيه اما تعدي وتقعد مستنيه وتاخد وقت وهكذا، فيكون في طريقين، تمام؟ فهي دي قناه السويس الجديده اللي هو الفرع اللي على اليمين ده، تمام؟ الفرع اللي على اليمين اللي هو بالاحمر ده، تمام يا باشا؟ تمام يا باشا. بعد كده بيقول لي نستنتج هنا من دراسه النقل المائي انه ارخص انواع وسائل النقل، لان طرقه طبيعيه ولا يحتاج لقوه محركه كبيره مقارنه بباقي الوسائل. يعني عايز يقول لك ان الطرق الميه ديت، الانهار والبحار والكلام ده انت ما عملتش فيها حاجه، يعني انت لا سفلت ولا عملت ولا زفت فيها اي حاجه، هي موجوده كده. هنا اهتم المصريون القدماء بالنقل المائي اكتر من النقل البري. يبقى القدماء المصريون استخدموا النقل المائي اكتر من النقل البري، فشقوا قناه ملاحيه تصل النيل بالطريق الشمالي، النيل البحر الاحمر، يعني لتسهيل التجاره، تمام؟ بعد كده بيقول لي مجرى نهر النيل من اسوان الى القاهره صالح للملاحه طوال العام لعدم وجود ايه؟ عقبات ملاحيه اللي احنا لسه قايلينها من شويه. طيب بعد كده بيقول لي هنا النقل الجوي. نقل الجو حبيبي بيقول لي يعني طيارات وهكذا. بيقول لي انت عندك نوعين من النقل الجوي، في نقل داخلي وفي نقل خارجي. نقل الداخلي ده اللي هو انت عايز تروح من محافظه لمحافظه،
تمام. وفي نقل خارجي اللي هو انت لو عايز تروح من دوله لدوله. ما تيجي نشوف الكلام ده بيقول ايه. صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله. ساعد الموقع الجغرافي لمصر في جعلها نقطه التقاء لكثير من الخطوط الجويه. عايز يقول لك ان مصر موقعها متميز، عشان كده في دول كتير جدا بتعدي عليها. فبيقول لي ساعد الموقع الجغرافي جعلها نقطه التقاء لكثير من الخطوط الجويه العالميه. واصبح النقل الجوي بمثابه الشريان الرئيسي للحياه الاقتصاديه في العصر الحديث. يعني دلوقتي عايز يقول لك ان معظم الحاجات النقل وهكذا، الدنيا الاقتصاديه الصناعه الكلام ده بيتنقل عن طريق الطيارات وهكذا في العصر الحديث. قال لي كمان هي ركيزه للتجاره الدوليه، يعني حاجه مهمه جدا للتجاره الدوليه. عنصر جذب النشاط السياحي. ازاي يا عم؟ ما انت عندك دلوقتي انت عايز تروح من محافظه لمحافظه، لازم يكون عندك طيارات داخليه، مطارات داخليه وهكذا، بحيث ان ما تاخدش معاك مثلا عربيه، بدل ما تروح في عربيه في 10 ساعات ولا حاجه، لا الطياره تاخد لك مثلا شويه صغيرين كده اهوت، تكون رحت المحافظه عشان الوقت وهكذا. تمام. وفي نفس الوقت قال لك انك بتكون راكب الطياره بتقدر تشوف المعالم السياحيه وهكذا، زي مثلا في اهرامات الجيزه بيكون في البلالين الكبيره اللي بينفخوها ويطلعوا يبصوا من فوق ديت، فده يعتبر زي الطيران الجوي. يعني ده هو مش، يا ريت تكون فاهم. تمام. المهم يعني ان دوت بيكون يعني عنصر جذب للنشاط السياحي. بيقول لي يوجد في مصر مطارات دوليه، يعني من دوله لدوله، وفي مطارات محليه اللي هو انت تروح من محافظه لمحافظه. المطارات الدوليه قال لي مطار القاهره، مطار شرم الشيخ، مطار اسكندريه. قاهره، اسكندريه، شرم الشيخ. مطارات محليه مطار مرسى مطروح ومطار الخارجه. مرسى مطروح ومين والخارجه. خلي بالك هنا بيقول لي بلغ عدد الرحلات الطيران بالمطارات المصريه في عام كذا 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 330 الف رحله، وبلغ عدد الركاب نحو 30 مليون راكب. تمام. قشطه. اللي بعده بيقول لي مستقبل النقل والمواصلات في مصر. ايه يا ترى مستقبل النقل بعد كده؟ ايه اللي هيحصل في النقل والمواصلات في مصر؟ قال لي بص يا سيدي، وضعت الدولة العديد من الخطط المستقبلية لتحسين وسائل النقل وتطورها، تحسنها وتطورها الاثنين. شفت الجمدان يلا. قال لي عملوا ايه طيب؟ حيث ايه؟ بص، قال لي حيث امتدادات مترو الانفاق للوصول الى اطراف مدينه القاهره والمدن الجديده. قال لي هيعملوا امتدادات لمترو الانفاق، هي هتكلف فلوس كتير بس الدوله يعني بتعمل فيها، بتحط خطط انها تعمل الكلام ده. تاني حاجه تطوير السكك الحديديه وتجديدها. السكه الحديديه اللي بايظه ومن يعني خلاص صدت وطلع عين ابوها وحوادث وكده، قال لك الدوله بتعمل على تطويرها. تالت حاجه تطوير المواني القديمه وانشاء مواني حديثه، مواني فيها خدمات، مواني كويسه، مواني الدنيا زي الفل وجميله ولطيفه والدنيا حلوه. رابع حاجه تطوير بناء السفن وزياده اعدادها، يعني السفينه تكون كويسه، مبنيه كويس، عامل سفينه متصنعه كويس، بحيث ان اما تروح مكان يعني وكده اهوت ما تقعدش تدعي يا رب ما تغرقش يا رب ما تغرقش. وزياده اعدادها يعني تزود في بناء السفن وهكذا. خامس حاجه مشروع تحت الدراسه لعمل جسر بحري، عايزين يعملوا جسر بحري بين مصر والسعوديه لتسهيل حركه الركاب. طب هيعدي على ايه كده اهوت، او هيخدم سكان ايه مثلا في مصر؟ هيخدم محافظه جنوب سيناء. تمام. اهي جنوب سيناء. حلو حبيبي، حلو حبيبي. لتسهيل حركه نقل الافراد والبضائع بين الدولتين، يبقى يعملوا في مشروع تحت الدراسه انهم يعملوا جسر بحري بين مين ومين؟ مصر والسعوديه، فين؟ جنوب خليج العقبه، لتسهيل حركه نقل البضائع والافراد بين الدولتين. نخش بعد كده في التجارة الداخلية والتجارة الخارجية. التجارة الداخلية حبيبي يعني بين حدود الدولة، زي الهجرة الداخلية كده بين الحدود. تمام. التجارة الخارجية بيقول لي تبادل السلع والخدمات المتنوعة بين المحافظات والمناطق المختلفة داخل الدولة من خلال الأسواق المتخصصة. من امثله الاسواق المتخصصه اسواق الفاكهه والخضار والماشيه، بيكون عندك سوق الجمعه وسوق الثلاث وسوق وسوق كل حاجه بيكون فيه يعني اسواق متخصصه. وكلما ازدهرت هذه الاسواق وزاد عددها دل ذلك على ازدهار التجاره الداخليه. يعني لو في منطقه فيها اسواق كتيره بيتعمل كذا سوق كده كده كده، عرفت ان فيها تجاره وعرفت ان فيها ازدهار يعني وكده هوت. لكن لو ما فيش غير سوق واحد ولا حاجه، ولا ما فيهاش منطقه ما فيهاش اسواق وكده، عرفت انها منطقه تعبانه كحيانه رايحه في داهيه. التجاره الخارجيه بقى بيقول لي تبادل السلع والخدمات بين الدوله وغيرها، بالدول وبعضها من دول العالم الاخرى. بيقول لي تعكس التجاره الخارجيه المستوى الاقتصادي للدوله. يعني ايه تعكس التجاره الخارجيه المستوى الاقتصادي للدوله؟ يعني والله لو عندك تجاره خارجيه، يعني لو في تجاره خارجيه سفن او طيارات يعني وكده، وسفن رايحه وجايه كده، وفي تجاره، عرفت ان عندك اقتصاد كويس. مفيش ودوله زي الصين مثلا عماله تصدر لكله كله كله كده ومحتليه الاسواق كلها، فانا عرفت ان عندها تجاره
تجاره ونشاط اقتصادي كويس. لكن لو ما فيش الكلام ده، ما فيش لا سفن رايحه ولا طيارات ولا الكلام ده، عرفت انها دوله ما فيهاش تجاره وما فيهاش يعني تجاره خارجيه وهكذا. بيقول لي كما تعكس مستويات العلاقه بين الدوله وبين الدول الاخرى بين العالم الخارجي. يبقى بيقول لي تعكس التجاره الخارجيه المستوى الاقتصادي للدوله، وتعكس كمان مستويات العلاقه بين الدوله. يعني ايه؟ يعني والله مستويات العلاقه بين الدوله وبين دول العالم الخارجي، يعني لو في تجاره مثلا ما بيني وما بين مثلا مين السنغال، ماشي، لو ما في تجاره وفي طيارات رايحه ما بيني وبين السنغال، عرفت ايه انت كده؟ عرفت ان في علاقات كويسه ما بيني انا ورئيس السنغال. ما اهم حاجه العلاقات السياسيه، العلاقات السياسيه كويسه، هيبقى في نشاط اقتصادي وفي تجاره خارجيه ما بيننا، والدنيا علاقاتها تبقى كويسه وزي الفل. مفيش العلاقه مش كويسه، يبقى مفيش اقتصاد والكلام ده، مفيش تجاره خارجيه ما بيننا، والدنيا هتبقى مش زي الفل. يبقى التجاره الخارجيه بتدل مستويات العلاقه ما بين ايه الدولتين مع بعض، حلوه وحشه هكذا يعني. طيب بعد كده عندي الجزء اللي بعد كده بيتكلم على الصادرات والواردات، اللي هو الميزان التجاري. بص يا حبيبي، الميزان التجاري دوت هو الفرق بين الصادرات والواردات. لو انت بتصدر اكتر، عرفت انك عندك فلوس كويسه، عرفت النشاط الاقتصادي عندك كويس، عرفت انك دوله محترمه. لو انت بتستورد اكتر، عرفت انك شحات ورايح في داهيه ومش لاقي تاكل، والدنيا عندك رايحه في داهيه وعندك عجز في الميزان التجاري. يبقى لو انت بتصدر اكتر، الميزان التجاري في ازدهار والدنيا جميله وزي الفل. لو انت بتستورد اكتر، بتاخد اكتر، يبقى عرفت انك رايح في داهيه. طيب بيقول لي الصادرات تقدر بنحو 22 مليار دولار، الواردات 65 مليار دولار. يعني احنا بنصد اللي بنستورده اكتر، بندفع فلوس اكتر من اللي بنصدره. طيب ودي مشكله وكارثه. اهم المنتجات اللي بنصدرها الفوسفات، وده خلي بالك بيصدروه في شكل خام، وده قلنا ما ينفعش، المفروض يصدروه في شكل يعني يصنعوه كده اهوت عشان يدخل دخل اقتصادي محترم. تاني حاجه بنصدرها الغاز الطبيعي، وعندي الخضار، وعندي الملابس الجاهزه والادوات والاجهزه المنزليه. طب اللي بنستورده المنتجات الغذائيه، واهمها القمح، وقلنا دي مشكله كبيره جدا لاننا بنستورد يعني اهم حاجه للمحاصيل الغذائيه ديت، لان لو حصلت مشكله ما بينك وما بين رئيس الدوله اللي انت بتستورد منها، الدنيا هتروح في داهيه وتحصل مجاعه والدنيا هتخرب. تاني حاجه بنستوردها الزيوت النباتيه. تمام، كنت عايز احط سؤال في الحته ديت، كنت عايز اقول لك زيت فاتيكا، بنستورد زيت فاتيكا، تقول لي لا، هقول لك لا، ما هو موجود زيت نباتيه، اضحك عليك، شفت انا. بعد كده عندك الواردات اللحوم، تمام، والاجهزه والالات وغيرها، كل ده احنا بنستورده. طيب بعد كده بيقول لي اهم الدول اللي بنستورد منها. بص بقى المصيبه اللي هنا، اكتر دول بنستورد منها دول الاتحاد الاوروبي. يعني لو حصل مشكله ما بينك وبينهم، هيقطعوا عليك الميه والنور والقمح وكل حاجه حبيبي، لا هتلاقي تاكل ولا هتلاقي. بص كده فاهمني؟ فدي مشكله كبيره جدا انك بتستورد من الاتحاد الاوروبي. كان المفروض تستورد من دول، اكتر حاجه تستورد منها الدول العربيه اللي هي في المركز الاخير. تمام، دي كان المفروض كانت تبقى اول حاجه عندك، لكن للاسف هنا بنستورد الاكبر. الدول اللي استورد منها دول الاتحاد الاوروبي، اكبر مصدر لمصر. تاني حاجه الولايات المتحده الامريكيه، ودي برضو كارثه، والدول الاسيويه والافريقيه، ثم دول شرق اوروبا، والدول العربيه في المركز الاخير. كان المفروض يكون اول حاجه الدول العربيه، تاني حاجة الدول الإفريقية. طيب هنعرف دلوقتي في الكلام ده ليه. طيب دلوقتي بعد كده هو بنتكلم عن هنا مستقبل التجارة الخارجية في مصر وأهم مشكلتها. بص يا حبيبي، قال لي ان الميزان التجاري لمصر، الفرق بين قيمه الصادرات والواردات اللي احنا لسه قايلينه، ماله يا عم؟ قال لك ليس في صالحها، في عجز. ليه يا عم؟ قال لك لزياده قيمه الواردات بشكل مستمر. انت عمال تستورد بس ما بتصدرش حاجه، خازوق. يبقى بيقول لي زياده قيمه الواردات بشكل مستمر عن قيمه الصادرات بانواعها، وهو ما يمثل ايه؟ عجزا مستمرا. ولكن ننتظر في المستقبل زيادة حركة التجارة الخارجية. هتعمل ايه؟ قال لي عن طريق هعمل زيادة في التبادل التجاري مع الدول العربية. هيبقى في تجارة بيني وبين الدول العربية اللي انت كنت زعلان دلوقتي، انا هعملها يا عم. وايه تاني؟ والافريقية، حيث عقدت مصر العديد من الاتفاقيات مع الكثير من هذه الدول. حلو يا عم. ايه تاني؟ قال لي التوسع الصناعي في مصر. هعمل توسع في الصناعة، هدخل آلات، هعمل تدريب، هوفر التدريب المهني، هوفر مواد خام، هعمل كده الكلام ده. هيكون عندي هعمل توسع في الصناعه في مصر. نخش بعد كده في الشراكه المصريه العربيه وطرق تنميتها، وزوري قرب يقف ربنا يستر. الشراكه المصريه العربيه وطرق تنميتها، تعتمد الشراكه المصريه العربيه على، انا مش عايز اقطع منتج كتير فايه، عشان عايز انجز، هنزل لك الفيديو ده ايه بسرعه كده. بص يا حبيبي، هتنمي الشراكه ما بين مصر والدول العربيه ازاي؟ قال لي هقول لك دلوقتي الطرق اللي نمي بيها الشراكه دي. قال لي اول حاجه تعتمد الشراكه المصريه العربيه على اتفاقيات ثنائيه، يعني ما بين دوله ودوله، اكيد يعني
وليس وفقا لقرارات استراتيجيه تتخذها المنظمات العربيه للتنسيق الكامل بين الدول العربيه. تاني حاجه درجه تحسن العلاقات السياسيه بين الدول العربيه وبعضها البعض، تمام. يعني بيقول لك الشراكه المصريه لازم يكون في تحسن من العلاقات السياسيه، زي ما قلنا ما في علاقات سياسيه كويسه يبقى في نشاط اقتصادي وفي تجاره خارجيه مع الدول ايه وبعضها. طيب تاني حاجه بيقول لي يصعب تقنين الشراكه المصريه العربيه وضع اهداف بعيده المدى لها. يعني ايه؟ يعني بيقول لي صعب انك تعمل شراكه ما بين مصر والدول العربيه وتحط اهداف. ليه يا عم؟ قال لك بسبب التغيرات التي تتعرض لها المنطقه واستمرار الهيمنه الاقتصاديه الغربيه على معظم الدول العربيه خاصه البتروليه. يعني عايز يقول لك ان ده مش في صالح الدول الغربيه، فهي بتلعب ايه؟ بتعمل ايه الدول الغربيه؟ هي عايزه ان مصر ما تعملش اي شراكه مع الدول العربيه، ما يحصلش اي شراكه ما بين الدول العربيه وبعضها. ليه؟ لان هم عاملين احنا سوق استهلاكي ليهم. ما ينفعش انت تفهم وتبقى عاقل وتصدر زيهم، انت حبيبي سوق استهلاكي، يلا افهم يلا ركز. فبيقول لي هنا استمرار الهيمنه الاقتصاديه، يعني استمرار السيطره الاقتصاديه الغربيه علينا على معظم الدول العربيه خاصه البتروليه اللي هي دول الخليج يا حبيبي، تمام. فبيقول لي صعب تقنين، يعني صعب عمل شراكه مصريه عربيه. ليه؟ بسبب الكلام اللي احنا قلناه ده، التغيرات اللي بتتعرض لها المنطقه واستمرار الهيمنه الاقتصاديه السيطره الاقتصاديه الغربيه على معظم الدول العربيه خاصه ايه البتروليه الخليجيه. طيب بيقول لي طرق تنميه الشراكه المصريه العربيه. ازاي انمي الشراكه المصريه العربيه؟ قال لي بص يا حبيبي، اول حاجه بيقول لي تبذل مصر جهدا كبيرا في تحسين علاقتها بالدول العربيه وعقد الاتفاقات معها، حيث تكون بتعمل ايه مصر بقى؟ قال لي بتشجع المستثمرين العرب في شتى المجالات الاقتصاديه، بتشجعهم تعالى استثمر وكده هوت والكلام اللي احنا بنشوفه ده. تاني حاجه بزياده التبادل التجاري مع الدول العربيه، في تبادل تجاري. العامله المصريه بدورها في التنميه الاقتصاديه، يعني دي حاجه كويسه، والعمرانيه في الكثير من الدول العربيه. يعني عايز يقول لك ان العامله المصريه الفنيه مش الفنيه بس، العامله المصريه عموما يعني كلها المبدعه، الناس الفاهمه وكده هوت بيعملوا تنميه اقتصاديه وعمرانيه في الدول ديت، وده حاجه كويسه جدا. نخش في اي اخر حاجه كده في الدرس على السريع، الشراكه المصريه الافريقيه وطرق تنميتها. يعني الشراكه بين مصر والدول الافريقيه وازاي ننميها. بص يا حبيبي، تبذل مصر جهود واضحه في تدعيم علاقتها التجاريه مع الدول الافريقيه، حيث تسعى للبحث عن آفاق، يعني عن طرق جديدة عشان تتعاون مع الدول دي، تمام، خلال الشراكة معها في تكتلات اقتصادية. يعني ايه تكتلات اقتصادية؟ يعني منظمات اقتصادية، يعني مجموعات اقتصادية، يعني بتخش معاها ايه يعني مثلا دلوقتي انت عامل جمعية، انت وواحدة مثلا ام عبير مع ام محمد مع مع ام السيد مع ام عمرو مع ام معرفش مين، دول ساكنين في منطقة واحدة، تمام، في تجانس ما بينهم، عارفين بعضيهم. الدنيا ما ينفعش يحصل جمعيه ما بين ام عمرو ومدام جولييت اللي في سويسرا، ما ينفعش، تمام. فالدنيا بتكون مع بعضيهم في منطقه واحده في مكان واحد في ثقافه واحده، الكلام ده كله واحد، عشان كلهم يموا الجمعيه دي تاخد 20,000، يعني كل واحد يحط مثلا 50 ولا ما اعرفش الجمعيات دي، فتاخد دي كل شهر 20,000 ودي 20,000 ودي 20,000 كل شهر هكذا، بحيث ان يكون في تنميه ويعني يطوروا بعضيهم، تمام. فهنا بيقول لي ايه؟ التكامل الاقتصاديه هي درجه من درجات التكامل الاقتصادي الذي يقوم به مجموعه من الدول المتجانسه جغرافيا، متجانسه جغرافيا، وايه تاني حبيبي؟ وثقافيا واجتماعيا. يعني ما تقوليش مثلا ان يتم عمل تكتلات اقتصاديه بين مصر وامريكا، هقول لك انت حمار وعايز ضرب الجزمه، لان انا قايل لك ان هو جغرافيا تمام، متجانسه جغرافيا وثقافيا. يعني جغرافيا من المنطقه اللي حوالين مصر يعني كده هو الدول اللي جنبك، ثقافيا تمام، الثقافه واحده، ثقافه الدول العربيه مع بعضينا يعني وكده، واجتماعيا تمام، وتجمعها مجموعه من المصالح الاقتصاديه ايه المشتركه، يعني كلهم عايزين ينموا بعضيهم ويطوروا بعض. فبيقول لي مصر عشان كده عملت ايه مصر بقى عشان الموضوع ده؟ دخلت في منظمه اسمها منظمه الكوميسا. منظمه الكوميسا دي ايه يا حبيبي؟ والله منظمه الكوميسا دي يا حبيبي بتضم بعض من دول افريقيا، تمام. الدول دي داخله في من ليبيا تقريبا لزيمبابوي تقريبا 18 دوله او 16. المجموعه ديت بيعملوا ايه؟ وشرق برضو ناخدوها دلوقتي، وبرضو منظمه الكوميسا ديت مع يعني دول شرق وجنوب افريقيا والكلام ده. مالها المنظمه دي؟ قال لي والله المنظمه ديت يعني بتسمح لان انا مثلا المنتجات المصريه ابيعها في الدول ديت اللي داخله في المنظمه. والموضوع ده لما يحصل انا المنظمه يعني بتتيح لك ايه؟ قالت لك انا هرفع عنك الجمارك، مش هحط لك يعني مش هخليك تدفع جمارك. خلي بالك ما بين رفع الجمارك واللي انا بقوله، تخلي بالك ما بين الرفع اللي احنا كنا قايلينها في الاول اللي هو بتزود الجمارك، وهنا هوت اللي انا بقول عليه انك يعني ايه
ما بتخليش في جمارك، تمام. الجمارك بتقللها او ما بتخليش في اصلا جمارك، تمام. بتسمح لك انك تروح تبيع عندهم، تمام. ايه كمان قال لك؟ كمان المنظمات والمؤسسات الافريقيه بتتيح لك انك تروح بتديك يعني قروض وكده هوت لو عايز، وبتسهل لك الدنيا. عايز تبيع في الدوله دي، في الدوله دي اللي داخله في المنظمه كده هوت، يعني يعني اللي هو بتسهل الاجراءات، تخليك انت تبيع عند ده وهم يبيعوا عندك وانت تبيع عندك. كمان هو انت تستورد، تاخد منهم الماده الخام بتوع افريقيا، تاخد منهم انت اولى بالماده الخام. هم ياخدوا من عندك العماله، تمام، العماله الفنيه الخبره وكده الماهره وهكذا. فانت تفيدوا بعضيكوا، تمام. والمنظمه دي هي بتسهل لك الدنيا. يا عم الجمارك مش هخلي تدفع جمارك، مش هخليك تدفع ده، مش هخليك تدفع ده. عايز قروض يا عم خد قروض، عايز خد. بيتوفر لك التسهيلات كلها اللي انت محتاجها. فبيقول لي هنا هوت معاد في تقارير اقتصاديه، فتح افاق جديده للتعاون التجاري الصناعي، اقامه مشروعات استثماريه ما بين بعضهم، تطوير العلاقات التجاريه مع مختلف دول القاره، وفتح اسواق، هي فتح اسواق جديده امام المنتجات المصريه. المنتجات المصريه بتفتح اسواق جديده مما يسهم في دفع عجله التنميه المستدامه، تنميه شغاله. وانضمام مصر لاتفاقيه الكوميس مع دول شرق وجنوب افريقيا. هنا الكوميسا هي على الشمال بيقول لي تجمع اقليمي اقتصادي، تجمع اقليمي نفس الاقليم اقتصادي. اتفق الدولة على تحقيق التكامل الاقليمي من خلال خطط وبرامج ومشاريع تهدف لفائدة جميع شعوب الاقليم. فانت بيكون من نفس المكان طبعا، اكيد يعني اكيد مش من مصلحة دول الغرب يعملوا معاك حاجة شبه ديت عشان تتطور معاهم. احنا قلنا هم عايزينك انت تكون سوق استهلاكي ليهم. وبكده الحمد لله نكون انهينا وفنشنا الدرس ده. نخش في الدرس الرابع حبيبي، يلا بينا على السريع. بص بقى حبيبي، هنا هوت في الدرس الرابع والاخير الدرس. بص درس سهل ولطيف وظريف وجميل قوي، ركز معايا. تعد السياحة مصدر رئيسيا من مصادر الدخل القومي. بص يا حبيبي، سياحة يعني فلوس، سياحة يعني نشاط اقتصادي، تمام. فالسياحة هنا مصدر رئيسي من مصادر الدخل القومي، بما توفره من فرص عمل. بتوفر لي فرص عمل للمواطنين وعملة صعبة. فرص عمل ازاي يا عم الحاج؟ في سائحين، فانت بتعمل فنادق، تمام. الفنادق دي كلها عايزة ايه؟ عايزة فرص عمل. في تكييفات، كل الحاجات دي يعني، في قصدي اسمه ايه ده، اتوبيسات والكلام ده، كل ده بيوفر فرص عمل للشباب. نخش بقى هنا هوت بيقول لي مقومات الجذب السياحي، الحاجات اللي بتساعد ان يكون في جذب سياحي، اللي بتجذب السياح يعني. تعد مصر من الدول السياحية ذات الأهمية في العالم بسبب توفر المقومات اللازمة التي تتمثل في المقومات اللازمة للسياحة اللي بتمثل فيه. عندي مقومات طبيعية وعندي مقومات بشرية. المقومات الطبيعية مصر تتمثل في عندها موقع جغرافي كويس، مناخ كويس، نهر نيل، عندها بيئة طبيعية. طيب يعني ايه مناخ؟ عايز اقول لك موقع الجغرافي بتاع مصر كويس، عايز اقول لك ان المناخ بتاع اللي في مصر معتدل وجميل، عايز اقول لك ان عندي نهر النيل، وعندي كمان بيئة طبيعية يعني بيئة متنوعة. عايز اقول لك ان عندك بيئة صحراوية وفي بيئة ساحلية وفي بيئة صحراوية، جبلية وساحلية وصحراوية. عايز اقول لك المقومات البشريه بقى، عندك نقل في يعني مواصلات وكده هوت ونقل كويس، في مطارات داخليه وهكذا. عايز اقول لك ان عندك تراث حضاري، تراث حضاري متميز. هناخد دلوقتي الحاجات كلها. عايز اقول لك ان كمان في تسهيلات سياحيه، يعني لو واحد عايز تذكره او عايز اي حاجه ورقه تسهلها له كده في الدنيا، فالكلام ده موجود. يعني المقومات البشريه اللي بتساعد في الجذب السياحي. عندك كمان تنوع اجتماعي. يعني ايه تنوع اجتماعي؟ يعني مثلا في سكان البدو ليهم عادات وتقاليد، سكان الوادي ليهم عادات وتقاليد، سكان الحضر لهم عادات وتقاليد، سكان قبيله كذا لهم عادات وتقاليد متنوعه، اللي عندهم خبره متنوعه يعني مختلفه عن بعض، عندهم معتقدات وحاجات وكل حاجه وخبره كل حاجه مختلفه عن يعني بعض. فبيقول لي هنا عندك تنوع اجتماعي. فدي الحاجات المقومات البشريه اللي ساعدت في الجذب السياحي. يبقى نقولهم تاني معلش كده على السريع. في مقومات طبيعيه، ايه هي اللي ساعدت في جذب السياحه؟ موقع جغرافي، مناخ معتدل، نهر النيل، بيئة طبيعية، تمام. عندي مقومات بشرية، نقل، تراث حضاري، تسهيلات سياحية، تنوع حضاري. بعد كده تنوع اجتماعي. بعد كده بيقول لي المناطق الساحلية السياحية. عندي بص يا حبيبي هنا دير سانت كاترين هنا في النص. عندي بعد كده هوت الشعاب المرجانية هنا هوت. عندي راس خليج العقبة. عندي معبد الأقصر في الأقصر. وعندي معبد حتشبسوت في الأقصر برضو الأقصر. وعندي معبد فيلة ومعبد أبو سمبل اللي في أسوان، ودول اللي يقول لك قريبين من
الحدود ما بين مصر والسودان اللي هم في جنوب مصر. عندي هنا كمان في الجيزه عندي اهرامات الجيزه، وعندي في الفيوم هرم ميدوم، وعندي مقابر بني حسن في المنيا، وعندي محميه الصحراء البيضاء، وديت محميه بتتميز عن الصحاري يعني الباقي انها بتكون بالليل بيضة، غير الباقيين بيكونوا الصحراء بتكون صفرا بالليل، ديت على طول بيضة على طول. فهنا هو في الصحراء الغربيه عندك محميه الصحراء البيضاء جنوب واحه الفرافره. تعدد المناطق السياحيه في مصر على النحو التالي. هناخد دلوقتي 6 مناطق سياحيه، تمام، 6 مناطق فيهم اثار وهكذا في مصر، مناطق سياحيه يعني وكده اهوت 6 مناطق بس. اول حاجه عندي ساحل مصر الشمالي، يجذب هذا النطاق السياحه العربيه. ليه يا عم؟ عشان المناخ الكويس اللي عندك، المناخ المعتدل، يبقى بيجذب السياحه العربيه اللي هم من اللي بيجذب الناس اللي من الدول العربيه يعني وكده. بيقول لي كمان يمتد من اسكندريه شرقا حتى السلوم غربا، يعني الساحل المصري الشمالي ده بيقول لي بيمتد من اسكندريه شرقا لغايه السلوم غربا. توجد به عشرات القرى السياحيه، وقلنا ده بيوفر فرص عمل. من اهم مناطقه العلمين، سيدي عبد الرحمن، مرسى مطروح. احفظ الكلام ده كويس، العلمين، سيدي عبد الرحمن، مرسى مطروح، العلمين، سيدي عبد الرحمن، مرسى مطروح. طيب بعد كده عندي اسمه ايه دوت، ناخد القاهره الكبرى الاول قبل ما ناخد سينا. القاهره الكبرى تضم المعالم السياحيه. عندي هنا حاطين لي القاهره والجيزه بس. القاهره عندي قلعه صلاح الدين الايوبي والازهر الشريف والكنيسه المعلقه. عندي الجيزه الكلام ده كله حفظ حبيبي. عندي الجيزه الاهرامات. في كام حاجه بس اللي هتبقى ايه يعني فين. طيب سينا هنا بيقول لي تعد من مناطق السياحه الرئيسيه في مصر، ويرجع ذلك الى تميزها بمقومات طبيعيه شديده التنوع. يجي يقول لك اسمه ده، طب شديده التنوع زي ايه؟ قال لي بيئه ساحليه وبيئه جبليه وبيئه صحراويه. يجي يقول لك في الامتحان البيئه الاشد تنوع، تقول له البيئه الساحليه والجبليه والصحراويه، يعني تقول له سينا، تمام. لان ممكن يقول لك برضه السؤال ده كنت حاطه في الامتحان، يجي يقول لك اكثر السياحه تنوع في انه حته، هتقول له دلوقتي في الصحراء الغربيه لسه هناخدها دلوقتي، لكن هنا اكثر البيئات التنوع تقول له في سينا، تمام. فبيقول لي تميزها بمقاومات طبيعيه شديده التنوع. عندي بيئه ساحليه، وعندي بيئه جبليه، وعندي بيئه صحراويه. وجود سواحل، يعني سينا بص عايزك تعرف 3 حاجات. اول حاجه اللي هي فيها شديده التنوع، تمام. تاني حاجه السواحل، الاماكن الموجوده في خليج العقبه إيه دنيتها. تالت حاجه اللي هي هنا هو وجود العديد من الاثار القديمه. يبقى تاني حاجه هنا وجود سواحل خليج العقبه. بتتميز بايه السواحل دي؟ قال لي والله كثره الشواطئ الرمليه. تاني حاجه المناخ الدافئ شتاء والشمس الساطعه. المناخ يجي يقول لك السياح بيجوا سواحل العقبه ليه او بيجوا سينا ليه، تقول له بسبب يعني سواحل العقبه، يقول لك بالذات يحددها لك، يقول لك سواحل خليج العقبه، يقول لك المناخ الدافئ في الشتاء والشمس الساطعه، بس الاكتر يعني الشمس الدافئ في الشتاء. ليه؟ عشان فيها مناخ دافئ في الشتاء. ثالث حاجه امتداد الشعاب المرجانيه من مجاعله من مناطق الجذب السياحي الرئيسيه، خاصه فين؟ في شرم الشيخ. وجود العديد من الاثار القديمه المهمه، زي عندي دير سانت كاترين وكاترين ايه بس دير سانت كاترين وقلعه صلاح الدين الموجوده في طابا. خلي بالك يا حبيبي، تعالى اوريك في الخريطه، يلا على السريع، يلا تعالى اهي هنا بص، هنا كده طابا دي هنا كده، تمام. هنا اهو، تمام، عند خليج العقبه، تمام. ويجي يقول لك مثلا، يجيب لك هنا سؤال في الامتحان يقول لك دير سانت كاترين ولا قلعه صلاح الدين اللي موجوده في طابا هي اللي عندها مناخ دافي في الشتاء، تقول له قلعه صلاح الدين الموجوده في طابا. خلي بالك اوعى يوقعك، اوعى يوقعك، بطل هبل، ركز 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 ركز. طيب جميل جدا، يبقى احنا عرفنا ان الاثار القديمه اللي موجوده هنا دير سانت كاترين وقلعه صلاح الدين الموجوده في طابا. حلو. بس كده احنا خلصنا الحمد لله سيناء. طيب نخش في اللي بعد كده اهوت. عندي الوجه القبلي اللي هي يجي يقول لك يجي يقول لك الوادي، يجي يقول لي جنوب مصر، يجي يقول لي الحدود القريبه من السودان، يجي يقول لي محافظات مثلا الوادي او محافظات وادي النيل. كل دي الفاظ للوجه القبلي. فهنا بيقول الوجه القبلي توجد به اثار تاريخيه من الحضاره الفرعونيه حتى الحضاره الاسلاميه، يعني مش حضارتين بس، لا ده في حضارات كتير جدا، لانه قايل لك كلمه حتى، يبقى من الحضاره الفرعونيه لغايه الحضاره الاسلاميه. عد معايا بقى. وتنتشر في معظم مدن وقرى، يعني الاثار ديت في معظم المدن والقرى. من اهم الحاجات ديت قال لي عندي معابد واثار الاقصر، عندي معبد ابو سمبل جنوب اسوان، عندي اثار طون الجبل. وبص عندي اسمين هنا اهو، سطرين هنا المختلفين، وسطر في الصحراء الغربيه فقط لا غير.
آثار تونا الجبل والأشمونين في المنيا، وآثار ميدوم وعين السلين بجانب منطقة بحيرة قارون فين؟ في الفيوم. يبقى آثار تونا الجبل والأشمونين في المنيا، وآثار ميدوم وعين السلين بجانب منطقة بحيرة قارون اللي موجودة في الفيوم. طيب بعد كده عندي ساحل البحر الأحمر. الحاجات دي يا شباب عايز تحفظ يعني، هنا بس ايه يعني الساحل البحر الاحمر وكل حاجه، مفيش بس غير السطر الاخير ده اللي هيتشرح فيه، فاهمني؟ فمعظم الحاجات اللي فاتت دي يعني ما فيهاش شرح، يعني ما فيش يعني مثلا وجه القبله ما فيش غير كلمه حتى اللي فهمتها لك، قلت لك فيها حضارات كتير مش حضارتين بس، تمام؟ يعني كام كلمه كده، لكن الباقي كله ايه عايز يتحفظ. ساحل البحر الاحمر بيقول لي يعد اقليم سياحي مهم على الخريطه السياحيه لمصر. ليه يا عم؟ قال لي والله يتميز بتنوع البيئات من بيئه ساحليه برضو تمتد امامها مياه صافيه زرقاء وشعاب مرجانيه. خلي بالك كلمه زرقاء الكلام ده ممكن يجيب لك التعريف ده ويقول لك موجود فين، فتقول له ساحل البحر الاحمر. وشعاب مرجانيه غطيسه تمتد بامتداد الساحل، وسهول رمليه تطل بشواطئ رمليه نقيه في قطاعات كبيره منه. وجود ظهير جبلي تقطعه اوديه عديده تمثل مسالك وطرق الى داخل الصحراء، وعاده ما تتم فيها السياحه البيئيه. يعني ايه الكلام ده؟ بص يا حبيبي، دلوقتي اهو مثلا شرحته برضو في في الفيديو بتاع الدرس. بص يا حبيبي، دلوقتي عندك هنا جبال البحر الاحمر، تمام؟ او ماشي، هنا جبال البحر الاحمر، وعندك هنا البحر الاحمر، تمام؟ سيبك من البحر الاحمر دلوقتي، خلينا في جبال البحر الاحمر، تمام؟ وجنبيه هنا اهو البحر الاحمر، نكتبه ان هنا البحر الاحمر اهو، تمام. وهنا الجبال بتاعته، هنا الصحراء الشرقيه، حلو. هنا وادي النيل اللي ماشي ده كده طويل ده، ونقول وادي النيل، نعمله مثلا بشكل حلو اهو، ده كده مثلا وادي النيل. ودي الصحراء الشرقيه اللي في النص ديت اهي، وديت جبال البحر الاحمر. قال لك والله بص، الميه لما كانت بتنزل في العصور الفتره المطيره، قال لك الميه كانت بتنزل بتعمل لي طرق هنا اهوت، تمام؟ بتعمل لي طرق، الطرق ديت اوديه، الاوديه دي كان فيها ميه، فالاوديه ديت اهي بص كان في اوديه كتير هنا كده، اوديه وادي كذا وادي فيهم ميه، بتنزل الميه على الجبال وتنزل تحت كده، فبتعمل لي اوديه. بعد ما خلصت الفتره المطيره، يلا الفتره المطيره لما خلصت ايه اللي حصل؟ قال لك والله الاوديه دي إيه اللي حصل لها جفاف، تمام؟ فاما حصل لها جفاف السائحين بقى بقوا بياخدوا الاوديه ديت، اما حصل لها جفاف الاوديه جفت يعني، بياخدوها كمسالك، بياخدوها طرق، بيقعدوا يتفرجوا يمين وشمال وفوق وتحت، والاثار اللي هنا والاثار اللي هنا، وهنا في ايه وهنا في ايه، ويقعدوا يمشوا في الطرق ديت، بياخدوا الاوديه الجافه ديت انها طرق ومسالك يتمشوا فيها يعني وكده، بيتفرجوا على الاماكن. فهنا دي سياحه بيئيه، تمام؟ سياحه بيئيه. فهنا هو بيقول لي وجود ظهير جبلي تقطع عضيه عديده تمثل مسالك وطرق الى داخل مصر، داخل الصحراء، وعاده ما تتم فيها السياحه السياحه البيئيه. نخش بعد كده في الصحراء الغربيه، واحات الصحراء الغربيه. واحات الصحراء الغربية تعد أحد المناطق السياحية في مصر، أحد المناطق السياحية في مصر بسبب وجود عيون مائية كبريتية ومعدنية حارة في عدد كبير من الواحات. هنا بتنتشر السياحة العلاجية، تمام؟ سياحة طبية، تمام؟ بيجوا في العيون المائية أو في واحات الصحراء الغربية أو في الصحراء الغربية، خلي بالك بيجي فيها أكتر من لفظ، أو عيون المائية الكبريتية ديت. ليه؟ عشان السياحة العلاجية، تمام؟ الناس بتيجي تتعالج في الأماكن ديت. يبقى عندي الواحات الصحراء الغربية عيون مائية كبريتية معدنية حارة في عدد كبير من الواحات. العديد من الآثار زي معبد هبس بالخارجة، ده السطر اللي أنا قلت لك مختلف، هبس في الخارجة، تمام؟ مقابر المزوقة ومقابر شندي، مقبرة شندي بالداخلة، تمام. بعد كده هو يا حبيبي بيقول لي الكثبان الرمليه، بيقول لي ان كمان الصحراء الغربيه ديت فيها مناطق جذب سياحه السفاري، حيث تتوفر بها مخيمات السفاري. يعني هنا عايز اقول لك ان فيها سياحه السفاري، تمام؟ يعني عايز اقول لك كمان ان هنا في سياحه ترفيهيه. عايز اقول لك كمان الكثبان الرمليه والاشكال التضاريسيه والمتميزه، يعني عايز اقول لك كمان ان هنا في سياحه برضو بيئيه، تمام؟ يبقى يجي يكلمك عن الاثار، تمام؟ عن الاهرامات، ما اعرفش ايه، تقول له سياحه سياحه ثقافيه. الحاجات دي يكلمك هنا جايب لك كمان عيون مائيه كبريتيه وما اعرفش ايه، يبقى هنا هو جايب لي معبد هبس، ومعبد هبس ده والكلام ده دي سياحه ثقافيه. عيون مائيه سياحه علاجيه، سياحه طبيه. مناطق سفاري وكده هوت سياحه ترفيهيه. كثبان رمليه سياحه بيئيه. حلو حبيبي، حلو حبيبي. يبقى هنا حلو حبيبي ايه بس اللي انا بقوله ده. المهم يعني تعالى نكمل على السريع كده عشان مش عايز اضيع لك وقتك يا حبيبي، وتروح تذاكر، وعشان انا عارف وقتك مشغول وانا بتكلم بسرعه وزي اتنبح، مش من عادتي ان اتكلم بسرعه كده، بس عشان الدرس يخش في ذهنك كده على السريع سريع، ما تطولش يعني. طيب جهود الدولة لتنمية السياحة، الدولة بتعمل ايه عشان تنمي السياحة؟ اقول لك انا، تبذل الدولة جهودا كثيرة لتنمية السياحة.
عملت ايه؟ قال لي بص حبيبي، اول حاجه انشاء وزاره للثقافه والاثار لدعم وتنميه المشروعات الكبرى والحفاظ على النظم الثقافيه والحضاره المصريه. يعني عايز وزاره وكده اهوت عشان يحافظ على الثقافه بتاعتنا والحضاره والتراث وهكذا. تاني حاجة التوسع في إنشاء الفنادق بدرجات المختلفة. يعني يا تعالى يا سياح، أنت مثلا معاك فلوس معكش فلوس، أنا عملت لك فنادق بدرجات مختلفة، 4 نجوم، 5 نجوم، 7 نجوم وهكذا. تالت حاجة التوسع في إنشاء المطارات بالمناطق السياحية وتطويرها. قلنا المطارات والطيران الداخلي من أهم الحاجات اللي تكون موجودة، وقلنا إن ده مصدر جذب سياحي، مصدر جذب للسياح يعني وكده. فهنا بيقول لك التوسع في انشاء مطارات بالمناطق السياحيه وتطويرها. رابع حاجه انشاء كليات ومعاهد السياحيه لتوفير الكوادر العلميه والكفاءات في العمل السياحي. قال لك عملوا كليات ومعاهد سياحيه، تمام، عشان يوفروا ان يعني تسهيلات سياحيه للسياح يعني وكده هو، عشان يعني مثلا كليه اثار اللي طالع منها بيشتغل فين؟ يشتغل في الحته مثلا حته فيها اثار وكده، بيعرف السائحين، يقول لهم مثلا بيكون متعلم معاه لغه وكده، يقول لهم ده كان ايه فين، وده عمل ايه، وده سوى ايه وهكذا، ويقعد يحكي لهم. فبيقول لك الدوله بتعمل كليات معاهد سياحيه لتوفير الكوادر العلميه والكفاءات في العمل السياحي. ثم تطوير القرى السياحيه والمنتجعات. قال لك القرى اللي عندي ديت والحاجات دي بقت بطورها. بعد كده قال لي تحسين الطرق ووسائل النقل سواء كان نهري او جوي او بري. الطرق بقت بحسنها، ووسائل النقل برضو نفس النظام. المشاركه في المعارض العالميه وزياده عمليه التسويق السياحي في دول العالم. يعني ايه؟ يعني انت بتروح مثلا معرض، تقول لهم انا عندي مثلا من المعارض العالميه انا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، عشان ما تفهمش غلط بس وتفتكر ان المعارض دي انت بتروح تبيع حاجتك بره. لا، ركز يا هطل. لا معلش، اني هو اهطل ليه؟ صح، ما اللي فهم كده يبقى اهطل فعلا. المهم يعني التسويق السياحي يعني مش هتروح تاخد الحاجه وتروح تبيعها بره. لا، التسويق السياحي انت بتروح بره في المعارض العالميه، بتفهمهم تقول لهم انا عندي ده وعندي ده وعندي ده، انا مصر هي امي ونيلها هو دمي، وعندي ابو الهول وعندي اهرامات وعندي معبد وكده. بتروح في المعارض ديت تبين لهم، تظهر لهم نفسك زي الانترفيو كده. انت بتروح بتديله السي في ده فيه ايه؟ في الحاجات بتاعتك، الحاجات يعني انت عملت ايه، انت ايه انت مين يلا، تمام. بتروح تبين لهم نفسك. طيب، قال لك كمان توعيه المواطنين وارشادهم بكيفيه التعامل مع السائحين. يعني تفهمهم، تقول له بطل نصب على الناس. يعني تفهم انت بتاع التاكسي، تقول له دي مشوار، تقول له ده ب50 مش ب50 دولار يا راجل يا حرامي. تفهم اللي بيركب الجمل ولا الحصان، تقول له بطل سرقه، ده مشوار ياخد 50 جنيه ولا 100 جنيه، مش تقول له عايز 50 دولار والكلام ده وتنصبه على الناس والكلام ده كله يعني. فانت توعي المواطنين وترشدهم ازاي يتعاملوا مع السياح دول، مش ينصبوا عليهم، تفهم الناس دي كده. طيب، ايه التحديات اللي بتواجه الاقتصاد المصري؟ بعد كده بص حبيبي، احنا دلوقتي كنا بنتكلم في ايه؟ اتكلمنا في السياحه. هنا بقى الاقتصاد المصري، تمام. اخد راحه ولا ما اخدش؟ لا، معلق، لا ما انا واخد، يلا نكمل عشان اخلص وبس. بص يا حبيبي، التحديات اللي تواجه الاقتصاد المصري، احنا خلصنا كده السياحه، خلينا بقى في الاقتصاد. الدرس ده برضو جزئين، السياحه لوحدها والاقتصاد. الاقتصاد يا حبيبي المصري بيقول لي احنا اقتصاد، كلمه اقتصاد دي يعني بنتكلم على زراعه، بنتكلم عن تعليم، بنتكلم عن صناعه، بنتكلم عن نقل، بنتكلم عن كل حاجه. كل حاجه بتدخل فلوس اقتصاد. حلو حلو يا حبيبي، يعني بنتكلم دلوقتي على كل اللي فات هنتكلم عليه دلوقتي. يعني الدرس ده سهل ومتعاد 100 مره، مفيش غير الكام سطر اللي قلناهم والكام حاجه اللي قلناهم بس ايه اللي مختلفين. طيب، بيقول لي تقف العديد من المشكلات والتحديات امام في سبيل، يعني مشكله في سبيل النهوض بالاقتصاد المصري. طب ليه يا عم المشاكل دي؟ قال لي بص، انخفاض مستوى التقنيات بشكل عام في كل المجالات الانتاجيه. التقنيات اللي عندك رايحه في داهيه، مفيش تقنيات حديثه. تاني حاجه زياده الديون الخارجيه والداخليه بشكل مضطرد، بشكل كبير، بشكل مفجع، بشكل بص اعوذ بالله من الخبث والخبائث، حيث زادت الديون الخارجيه على 36 مليار دولار، كما زادت الديون الداخليه ديون الدوله تجاه السكان ل 200 مليار دولار. يعني عندك الدنيا رايحه في داهيه، تمام. عندك ديون خارجيه وديون داخليه، الاثنين مع بعض. عدم الاستقرار في الاوضاع السياسيه في بعض الدول مما يعكس سلبا على الاقتصاد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني والله انت ما فيش الاوضاع السياسيه مش مستقره، فبالتالي الاقتصاد مش هيكون كويس، تمام. الدنيا هتكون بايظه، في اضطرابات، بجانب عوده العديد من العاملين بالدول العربيه لمصر، فيضيف عبئا جديدا على اقتصاديات البلاد. يعني ايه؟ يعني مثلا انت في مصر عندك 100 واحد، ال 100 واحد دول شغلنا منهم 60، في 40 عندي، ال 40 عندي دول راحوا الدول العربيه يشتغلوا، بعد فتره لانهم جايين قفاهم يأمر عيش وجايين يشتغلوا هنا تاني، تمام، او رجعوا لاي سبب يعني، فاهمني. فدلوقتي بقى عندي ايه؟ عملوا عبء على الدوله، عبء على اقتصاديات الدوله كمان مره.
فبيقول لك عودة العديد من العاملين من الدول العربية لمصر. طيب، رابع حاجة زيادة معدلات الاستهلاك من السلع والمنتجات غير المتوفرة بالقدر الكافي، مما يمثل عبء على الميزان التجاري المصري، وزيادة معدلات الاستيراد زي القمح كده في استهلاك عالي عليه، لان في زيادة معدل، في مشكلة سكانية، في زيادة معدلات مواليد، ناس كتير قوي، فانت مش الحاجة دي مش متوفرة، والاستهلاك والطلب عليها بيكون كبير جدا، وده بيمثل عبء على الميزان التجاري المصري. وبس كده. نخش بعد كده في اجراءات النهوض بالاقتصاد المصري. هناخد شفت الاجراءات اللي احنا قلناها في الزراعه والصناعه وكل حاجه قلناها هنقولوها هنا بقى دلوقتي. بيقول الوصول للانطلاقه ما اعرفش مين وايه وتحدي مش مهم، تعال نخش في المهم ايه اللي عندنا. يلا بينا. بيقول لي عملت ايه مصر تمام عشان الاقتصاد يقوم والدنيا تبقى جميله. هي بص بيقول لي في الاخر هنا اهوت ويتم ذلك من خلال وضع اولويات برامج التنميه على النحو التالي. ايه النحو التالي ده بقى؟ قال لي بص يا حبيبي، اول حاجه العمل باقصى سرعه على استقرار الاوضاع السياسيه في البلاد مع استقرار الاوضاع الامنيه، الدنيا تكون مستقره، الامن مستتب، الدنيا تبقى حلوه. تاني حاجه بيقول لي الدوله بتعمل اهتمام بالثروات المعدنيه، وبتعمل كمان ومصادر الطاقه والبحث على موارد جديده واستثمار الامثل، يعني ما يبقاش فيه هدر وتبذير للحاجات ديت. يعني الحاجه تكون يعني تستخدمها بكفاءه عشان ما يكونش عندك الدنيا ما تروحش في داهيه، من خلال تشجيع الاستثمارات القوميه والاجنبيه. الاهتمام بالثروات المعدنيه يعني تهتم بيها، تحط اساليب كويسه للبحث عنها، تدور عليها كويس تمام، يعني تطور في الاساليب اللي انت بتدور بيها. تالت حاجه الاهتمام بالزراعه. الاهتمام بالزراعه من خلال ايه؟ قال لي تحديد المناطق الصالحه للزراعه، واستصلاح اراضي جديده، وتطوير الوسائل الزراعيه. الكلام ده كله قلناه، يعني ما فيهوش حاجه تتشرح. استنباط سلالات نباتيه جديده زي ما قلت، يكون في تنوع في التربه عشان ما تبص، خاصه من المحاصيل الغذائيه. رابع حاجه البحث عن مصادر ميه جديده في المناطق الصحراويه والساحل الشمالي، وتشجيع الاستثمار في حفر الابار. يكون عندك مصادر ميه جديده تمام، ما تعتمدش على حاجه واحده بس في الاماكن، يعني في المناطق الصحراويه والساحل الشمالي، وتشجيع الاستثمار في ايه؟ في حفر الابار. طيب، التعاون مع دول حوض النيل، وتفعيل الاتفاقيات الخاصه بتقسيم مياه النيل من خلال المفاوضات والتعاون في المجالات المختلفه. يعني عايز اقول لك ان العلاقات تبقى مستتبه وتكون كويسه، وتعمل اتفاقات خاصه بحيث ان كل دوله يكون ليها حصه من نهر النيل، ما فيش دوله تيجي على الثانيه. طيب، بعد كده هو بيقول لي ايه تاني؟ بيقول لي دعم السياحه وتشجيعها، وإزالة المعوقات أمامها، وتطوير المناطق السياحية. تدعم السياحة، توفر الحاجات اللي احنا لسه قايلينها فوق دلوقتي، اللي قلنا يكون عندك تسهيلات سياحية، أتوبيسات مكيفة، يكون عندك قرى سياحية بدرجاتها المختلفة، يكون الكلام ده يكون متوفر، يكون عندك طيران داخلي، الكلام ده. فأنت يقول لك التوسع فيه دعم السياحة وتشجيعها وهكذا، وإزالة المعوقات، يعني توفر لهم إجراءاتهم الحاجات اللي هم عايزينها بسهولة. سابع حاجة الاهتمام بالعمالة المصرية بالخارج وحل مشاكلهم، وذلك من خلال السفارات المصرية بها. ليه يا عم؟ والله أنت المفروض تهتم بالعمالة المصرية عشان ما يرجعوش تاني ويعملوا عبء على الاقتصاديات الدولة. بعد كده رقم 8 بيقول لي الاهتمام بالتعليم، خاصة التعليم الفني اللي احنا قلنا بيعالج، او الحرفي اللي هو بيعالج مشكلة ايه؟ مشكلة البطالة. ودعم البحث العلمي. حلو، حتة مشكلة البطالة دي مهمة جدا. يبقى الاهتمام بالتعليم الفني خاصة الاهتمام بالتعليم خاصة الفني، ودعم البحث العلمي. تاسع حاجة وآخر حاجة التوسع في استخدام نظم المعلومات الجغرافية في الدراسات الاقتصادية، مما يساعد نظم معلومات جغرافية، يعني هيساعد في سهولة تداول المعلومات الاقتصادية مع المؤسسات العلمية. هتديني المعلومات بكل سهولة، هيكون عندي معلومات متوفرة، وكمان تعديل وتحديث البيانات الجغرافية والخرائط المرتبطة بالدراسات الاقتصادية، يعني المعلومات دي هتتحدث وتتطور، ما يكونش عندك إحصائيات ومعلومات قديمة، لا، يقول لك نظم المعلومات الجغرافية ديت بتحدث لي وبتعدل لي الدنيا يعني. فبيقول لي ان المفروض تتوسع في استخدام نظم المعلومات ديت عشان بتساعد في سهوله تداول المعلومات الاقتصاديه، تعديل وتحديث المعلومات، البيانات والخرائط المرتبطه بالدراسات الاقتصاديه. وبكده الحمد لله نكون خلصنا وانهينا الدرس. طبعا اخر حاجه ديت تحليل اهم النواتج التعلم، دي مهمه جدا الصفحه دي، اي نواتج تذاكرها. وكده الحمد لله نكون خلصنا الوحده كلها، اتمناها الحمد لله، خلصناها، ظبطناها، فنشناها. كده الحمد لله خلصنا المنهج بتاعك تمام للمره. كده خلصنا المره اللي فاتت كان اخر درس، ودي المراجعه. طبعا عندك موجود مراجعه الوحده الثالثه تلاقيها في القناه تمام، وقناه اليوتيوب طبعا، وقناه التليجرام هتلاقي فيها صفحه، دي مهمه جدا، اهم حاجه قناه التليجرام. ليه؟ لان فيها كل حاجه. هتلاقي فيها لينك قناه، لينك جروب التليجرام، هتلاقي فيها لينك بتاع جروب اللي برد بيه على صراحه في التليجرام برضو، هتلاقي فيها لينك اسمه ده يا ربي، لينك صفحه الفيسبوك، هتلاقي
فيها كل حاجه انت عايزها محتاجها، هتلاقي فيها لينك صراحه برضو هتلاقيه هناك. تمام. كتاب الامتحان هتلاقيه هناك، الملزمه اللي هي 18 ورقه البي دي اف هتلاقيها هناك. ازاي ده، والامتحان عملنا 20 امتحان وحلهم هتلاقيهم هناك. الفويزات ازاي تلم فويز، ازاي تلم المتراكم اللي عليك. فويس كمان لو لسه ما بداتش جغرافيا تعمل ايه. فويس كمان ازاي تنظم وقتك، ولو بتجيب درجات وحشه تعمل ايه. عندك الكلام ده كله موجود هناك. اول فيديو واخر الفيديو برضو نزلتهم هناك. تمام. والقناه اليوتيوب برضو موجوده هناك، كل حاجه موجوده عندك في القناه دي. في صفحه هتلاقيها اسمها دليل الجغرافيا، اخر حاجه نشرها في القناه دي ثابته على طول. الصفحه ديت هتلاقيها كده موجوده عندك. بص في الصفحه دي هتلاقي كل حاجه موجوده بالترتيب. يعني اول حاجه هتطلع لك الامتحانات، هتطلع فوق خالص هتلاقي الامتحانات موجودين بالترتيب وشويه صغيرين، يعني مش هتاخد سكرول لثانيه واحده هتلاقي الحاجه ظهرت قدامك. كل حاجه موجوده، وتيجي لو عايز تبحث عن ده تكتب ايه وتبقى، يعني الدليل ده هتلاقي في كل حاجه في القناه. فهتلاقي في ديسكريبشن، هتلاقي قناه التليجرام، هتلاقي برده جروب التليجرام وبيج الفيسبوك اللي بننزل عليها سؤال مقالي كل يوم. وبكده الحمد لله نكون خلصنا، واحنا طبعا ماشيين على وفي فويس برضو اسمه نظامنا ايه، ده النظام اللي احنا ماشيين بيه حاليا، ولغايه ليله الامتحان، لغايه ما ننزل لك ليله الامتحان ونخلص خلاص خالص كل حاجه، هتلاقي الفويس ده مشروح فيه كل حاجه. تمام تمام. اسمه نظامنا ايه، حوالي 4 دقايق بس كده. الحمد لله. يا ريت ما تنساش اللايك الجميل، تشترك في القناه الجميله الحلوه اللطيفه الظريفه، والحمد لله كده خلصنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.